بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، أشرف شاكر يحييكم من ملعب رادس لنتابع أهم وأحلى وأجمل اللقاءات العربية وختام البطولة اللي استمتعنا بيها كلنا الحقيقة، بطولة أفريقيا بين الأحباء والأشقاء المغرب وتونس. في الصورة قدام حضراتكم التشكيل بتاع الفريقين، وهنبتدي بتشكيل منتخب تونس اللي بيلعب النهارده هو والمغرب. الفريقين بيلعبوا بنفس الطريقة على أعتقد، وهي 5-4-1. هيبقى منتخب تونس النهارده علي بومنيجي الحارس مرمى رقم 1، وبيلعبوا بخمسة في خط الظهر. حاتم الطرابلسي بادئ المباراة النهارده من بدايتها رقم 6، ورجع عايدي آخر واحد رقم 15. زياد جيري رقم 5 يلعب جنبه طبعا كريم حجي رقم 3، وكلايتون رقم 20. في نص الملعب مهدي النفطي رقم 8، رياض بوعزيزي رقم 13، وعلى شماله عادل الشاذلي رقم 14، وقدامهم كمساند او مهاجم سائط سليمان بن عاشور، وسترايكر واحد قدامه هو دو سانتوس رقم 11 طبعا. اما منتخب المغرب بيمثله النهارده خالد فهامي لحراسه المرمى، برضه 5 في خط الظهر. النهارده بادئ بمين؟ بطلال الكركوري. طلال الكركوري بادئ بيه النهارده، يعني كده يلعب بالاثنين المساكين اللي هو عبد السلام وردو 4 وطلال الكركوري 5. هيبقى في ظهرهم نور الدين نايبت 6 كاليبرو. شايفين في الصوره قدامنا طبعا بلاتر وعيسى حياته بيسلموا على اللعيبه. وهيبقى ظهير ايمن او ظهير مهاجم من ناحيه اليمين وليد رجراجي بادئ بيه، رغم ان كان الكلام على انه مصاب، كان عنده شد، لكن بادئ بوليد رجراجي ظهير ايمن ناحيه اليمين، واكرم روماني بادئ بيه ايضا كظهير ايسر ناحيه الشمال. نص الملعب هيلعب بعبد الكريم قيسي رقم 8 وجنبه يوسف صفري رقم 15. دول اثنين ارتكاز، وبيبقى قدامهم يوسف مختاري 16 ويوسف حجي 20، وبسترايكر واحد قدامه هو مروان شماخ. من شكل الورقه كده ومن شكل الوضع الفريقين طبعا في حذر من البدايه من روجيه لومير ومن الزاكي، والاثنين بادئين بنفس طريقه اللعب اللي هي 5-4-1، على اعتبار ان اقرب لاعب للمهاجم سواء في تونس هيبقى دو سانتوس سترايكر وحيد، اقرب واحد له هيبقى سليمان عاشور، وفي المغرب هيبقى اللاعب مروان شماخ كسترايكر، وهيبقى اقرب واحد له كمهاجم يوسف حجي او الاقرب ليهم هيكمل. شايفين المنتخبين نزلوا ارض الملعب في احتفاليه خاصه وفي لقاء عربي مبدع ورائع، وده زي ما حضراتكم متابعين تاني لقاء عربي في المباراه النهائيه والمباراه الختاميه. اول لقاء عربي او اول نهائي عربي كان سنه 59 بين مصر المنظمه للبطوله والسودان، وان شاء الله النهارده بنستمتع بتاني لقاء عربي ونجومه وابطاله هم المغرب وتونس. في الصوره قدامنا الحكم ندوي فالا، الحكم السنغالي اللي اختاروه عشان يدير اللقاء النهائي، وبيساعده علي توماسكا من اوغندا ومونزيري برايتون من زيمبابوي، والحكم الرابع كوجي كوفا من بنين. هنتابع اللقاء وعلى بركه الله اللقاء الختامي والمباراه النهائيه بين المغرب وتونس، او بين تونس والمغرب الاشقاء والاحباء العرب. وضربه البدايه هتبقى مع منتخب تونس، وعلى بركه الله هنتابع اللقاء. بتترد الكوره على طول من ناحيه اليمين حاتم الطرابلسي. قطعا المباراه مشدوده، المباراه كبيره جدا ما فيش كلام، هيبقى في كاس نبض، هيبقى في تاكتكس، هيبقى في حذر دفاع من البدايه واضح من طريقه اللعب، ولكن ماتشات الكاس ممكن يحصل فيها كل حاجه. منقوله كوره كلايتون هو من ناحيه الشمال يلعب واحده طويله، انما اخر واحد بدماغه يردها عبد السلام وادو. في نص الملعب تتنقل الكوره بيحاول يخلصها ويلعبها على طول يوسف صافي ناحيه الشمال، وطويله ما يلحقهاش اكرم روماني ما يلحقش الكوره، ورمي التماس هيلعب حاتم الطرابلسي من ناحيه اليمين يرجع بيها حاتم من مره واحده رجع عايدي يلعبها راجع على طول، وثاني مره حاتم الطرابلسي لمسه والثانيه مع رياض بوعزيزي وعدى وكان يكمل من ناحيه اليمين، كمل وبيحاول يكمل ويفوت ويعدي، انما ضاغطين على زياد جزيري وتطلع الكوره بره، ورمي التماس لصالح منتخب تونس. رمي التماس هيلعب حاتم الطرابلسي يلعبها في وسط اثنين، استلم حلو قوي وعدى زياد وعايز يلعبها زياد، لكن اخر واحد بيهدي. شوف الهدوء هنا من اللاعب نور الدين نايبت، ده امتصاص للضغط والشحن اللي موجود. جماهير 60,000 متفرج موجودين في ملعب رادس، معظمهم طبعا من تونس، لكن في حوالي اكثر من 10,000 متفرج من جماهير المغرب. رياض بوعزيزي في نص الملعب، رياض بوعزيزي كابتن منتخب تونس يرجع بيها ورا المهدي النفطي، بيستلم مهدي وبادئ المبادره الهجوميه منتخب تونس من البدايه، واحده طويله وعاليه في تسلل في رايه وصفاره، تمرير العرضي تمرير القصير وبعدين تمريره طويله. دي سمه من سمات منتخب تونس بيعملوها كويس، شفناهم خلال البطوله بيعملوها كويس. المغرب عنده سمه كبيره جدا وهي الكونتر اتاك والهجمه المرتده بيعملوها على اعلى مستوى. يا ترى مين هيتفوق النهارده؟ لكن الكاس عربيه 100%. خالد فهامي يلعبها، خالد توصل مروان شماخ،
تترد مره ثانيه في نص الملعب، بيحاول يلمسها دو سانتوس، لمسها دو سانتوس انما على مهله عبد السلام وادو، وبيضغطوا في حماس من لاعبي تونس، بيضغط لكن عادل الشاذلي وتطلع الكره بره ورامي التماس. لاعب كلايتون ظهير ايسر وحاتم الطرابلسي ظهير ايمن، لكن طبعا ظهير بيسموه ظهير مدافع ولكن بيكمل الناحيه الهجوميه او بيسموه جناح ظهر، يعني شغلته الاساسيه بيدافع لكن الناحيه الاساسيه هي الهجوميه كمحاور لعب من الاطراف. حاتم الطرابلسي بيعدي، حاتم الطرابلسي جدد عقده سنتين كمان مع اياكس، نجم كبير طبعا مش مشهور في هولندا. حاتم الطرابلسي تتنين مره ثانيه، مهدي النفطي بيحاول يعدي مهدي انما بيرجع بيها مهدي النفطي، واخر واحد كريم حاجين يلعبها كريم على طول بيوسع لنفسه من ناحيه شمال في مساحه، بيحاولوا يحضروا جمله منتخب تونس، تتلعب على طول لمسه والثانيه لكلايتون، يرجع بيها كلايتون نفس الكره الطويله بيحاول يعملها لكن قاري اللعبه عبد السلام وادو بيسلمها على طول وبيهدي اللعب توصل وليد رجراجي. ماشي وليد بيلعب واحده طويله، وليد رجراجي وبيحاول يكمل اهو، شايفين في الصوره مروان شماخ لوحده، يعني في مهاجم وحيد لمنتخب المغرب، واقرب واحد له مين اهو، شايفين برضو يوسف حاجي كاقرب واحد. رامي التماس هيلعب كلايتون البرازيلي الاصل لكن خد الجنسيه التونسيه هو ودو سانتوس. رامي التماس ملعوبه وبيقراها على طول مره ثانيه عبد السلام وادو، يردها عبد السلام وادو وتتنقل لسه كوره عاليه على صدره بيستلم يوسف حاجي، بيحاول يفوت يوسف وسط اثنين وبيعدي لكن يضغط عليه وبيخلصها منه مره ثانيه رياض بوعزيزي، وينقلها رياض من ناحيه اليمين خطر في ملعب دو سانتوس، عدى دو سانتوس ويلعبها لحاتم الطرابلسي، ما يلحقش حاتم، وبيشوف حاتم الطرابلسي عنده النزعه الهجوميه على طول ما بيلاقي، لما بيلاقي في تحضير في نص الملعب قدامنا في الصوره الزاكي اهو مدرب منتخب المغرب، لما بيلاقي تحضير في نص الملعب على طول بياخد طرف ملعب وبيزيد عشان يبقى يوجد الحل للاعب اللي معاه الكوره. طبعا اكرم روماني بصدره بيرجع بيها تاني يوسف حاجي، يلعبها يوسف توصل لمروان شماخ، يرجع بيها مروان لمسه والثانيه لوليد رجراجي وبيحاول يضغط وبيحاول يعملوا الهجمه بتاعتهم المغرب لكن في بريس مضغوط عليهم بتونس، بيضغط كويس في نص الملعب، جابها دو سانتوس تاني مره والثانيه توصل لسليم بن عاشور، يلعبها سليم من ناحيه شمال نفسه كلايتون، خطر كلايتون بيلعبها ويحطها، شوطه حلوه ولسه في الملعب انما تطلع بره، ضربه ركنيه واول هجمه واول محاوله هجوميه تونسيه من ناحيه شمال، تسديده حلوه للاعب كلايتون وصده حلوه واحلى من خالد فهمي. كورنر تاني كلايتون، لمسه والثانيه بيحاول مهدي بيحاول يضم لجوه يشوط وبيلعب الكره العاليه لعيبه المغرب قافلين مضايقين مساحات، تترد مره ثانيه كره عاليه وبيتابع انه خطره، جول جميل دو سانتوس بيسجل في الدقيقه الرابعه هدف قاتل، هدف رائع دو سانتوس، كوره حلوه عامل ارتقاء من اعلى نقطه لمسها في الزاويه البعيده، بتعمل بند بتاخد الشبكه وتخش على طول، وهدف جميل للاعب دو سانتوس بتركيز هجومي زي ما بقول لحضراتكم. منتخب تونس عامل المبادره وفي الدقيقه الرابعه بيسجل دو سانتوس الهدف الاول، مش قادر اوصف لحضراتكم الملعب عامل ازاي ومشاعر الجماهير عامله ازاي ساعه الجول وساعه الهدف اللي سجله دو سانتوس، وبنشوف الهدف بتاعت مره ثانيه عامل ارتقاء اهو، واخدها ما علوش رقابه دو سانتوس وحط الكوره بدماغه بتعمل بند، والنطه الاولى الثانيه كانت جوه الشبكه على طول، يعني النطه الاولى كان بيحاول يمسكها خالد فهمي بعيد عنه، الثانيه كانت جوه الشبكه عشان كده صعبه على خالد فهمي، ومهاره عاليه من دو سانتوس. في الدقيقه الرابعه الهدف الاول لدو سانتوس، الهدف التونسي الاول اللي هيولع المباراه وهيحل المباراه وهيشعل المباراه، وده اللي احنا بنتمناه نشوف احلى واقوى اللقاءات الختاميه. هنشوف المغرب والكابتن الزاكي هيعمل ايه بعد الهدف اللي دخل، اعتقد هيغير من طريقه لعبه دلوقتي وممكن يخلي يوسف حجي كمهاجم تاني جنب مروان شماخ، هنشوف هيعمل ايه الزاكي. مره ثانيه وليد رجراجي يلعبها وليد في نص الملعب، تتنقل الكوره لنور الدين نايبت بيسلمها على طول ناحيه الشمال مره ثانيه لاكرم روماني، يضم لجوه اكرم روماني ويرجع بيها ثاني اكرم على طول ثاني طلال كركوري، ماشي طلال وعايز يلعب واحده طويله، طلال بيلعبها في الناحيه العكسيه بيحاول يتقدم وليد رجراجي لكن تتقطع وتتنقل مره ثانيه، راح لها مهدي النفطي يحط جسمه مهدي وتطلع الكره بره ورمي التماس لصالح منتخب المغرب. 1 تونس متقدمه بهدف عن طريق لاعب دو سانتوس في الدقيقه الرابعه، بدماغه مره ثانيه يركز وليد رجراجي يلعبها وليد وهات وخد لكن راجع رياض بوعزيزي وبيشتت الكوره مره ثانيه كلايتون لكن لسه الكوره في الملعب، رياض بوعزيزي بيحاول يفوت لكن تطلع بره، ما طلعتش بره الكوره لسه مع فريق تونس.
يلعبها طويله مش لحد، وياخد عبد السلام وادو رامي تمس. وادو سابها لوليد رجراجي، ترجع مره ثانيه وليد رجراجي، يرجع بيها لعبد السلام وادو. عبد السلام بيبص عايز يغير اتجاه اللعب، انما بيلعب واحده طويله ليوسف حاجي، تترد الكوره في نص الملعب مره ثانيه. وليد رجراجي ماشي، وليد يلعبها على الخط، وليد بيسلمها طويله ليوسف، انما تتقطع وتتنقل ثاني لكلايتون على طول من غير ما يبص. كلايتون لعبها طويله، اخر واحد ورجعت قصيره، خطره 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 خطره، هيجيب جول هيجيب جول هيجيب جول، وخطره ينقذ الموقف في اخر ثانيه اللاعب الكبير والحارس خالد فهمي، يضغط ويقفل مظبوط. خالد فهمي شوف كان يقدر يسجل هدف ثاني. زياد الجزيري كان يقدر يسجل هدف ثاني، لكن شوف المهاره بتاعه اللاعب نور الدين نايبت الليبرو، الراجل اللي كشف الملعب. زميله غلط هنا، وليد رجراجي غلط ورجعت قصيره، لكن نور الدين نايبت كان عامل كفرنج وعامل عمق دفاعي وراح ان تايم وقفل على اللاعب زياد الجزيري، وفي نفس اللحظه ضغط خالد فهمي وقفل زاويه التمرير ويصلحوا الغلط اللي وقع فيه وليد رجراجي. لعبها سندها سنده ثانيه زياد الجزيري، لو من هنا كان لعبها كان ممكن يسجل، لكن ضغط وهجوم من تونس، وتاني من ناحيه شمال تتنقل الكره من ناحيه شمال، بيحاول يضم لجوه، ضم لجوه سليمان بن عاشور، ما خدش سليمان، تتلعب مره ثانيه لرياض بوعزيزي، يلعبها لكن ضغط وقطعها من يوسف مختاري. بيهدوا اللعب، يوسف صافري على طول بيسلمها يوسف من ناحيه اليمين ويلعبها يوسف، لكن تطلع الكوره بره رامي التمس. بدايه قويه، بدايه رائعه، بدايه ممتعه للبطوله، لختام البطوله، وبهدف شايفين الهدف اهو لدو سانتوس. بدايه حلوه واللعب مفتوح، على عكس ما الكل متوقع انه ممكن يكون اللعب مقفول، والهدف المبكر ده هيخلي اللعب يتفتح اكتر، مع طبعا الحذر اللي موجود لازم في طول الماتش. على صدره بيستلم سليم بن عاشور، بيلعب في باريس سان جيرمان سليم بن عاشور، لكن ضغط عليه مستايبو اكرم روماني. اكرم روماني سلمها ليوسف حاجي، يوسف على طول بيديها للمحور بتاعه او المخرج بتاعه من ناحيه اليمين وليد رجراجي، يرجع بيها وليد مره ثانيه ليوسف صافري. يوسف صافري لكن ضاغطين هنا، بيضغط كلايتون، لعيب مميز كلايتون، يضغط وعايز يخلص. انتشار كويس لمنتخب تونس في نص الملعب، بيعملوا شورت باس وبعدين التمريره الطويله السريعه ثاني عاليه، اخر واحد بيردها على طول كريم حاجي ويطلعها كريم، وباص غلط انما بتوصل الكره ليوسف مختاري. ماشي يوسف وبيحاول يعمل الكره الطوليه يوسف، لكن ضاغط ويضغط رياض بوعزيزي، خلصها رياض بوعزيزي وينقلها ناحيه اليمين لحاتم الطرابلسي، يغير اتجاه حاتم الطرابلسي ويرجع بيها مره ثانيه رياض بوعزيزي. ماشي رياض، نفس الكره الطويله اللي بقول لحضراتكم عليها، وكره طويله وخطره من ناحيه اليمين، لو اتلم عليها خطر جدا زياد، يوصل للخط وخطره دي يرجع بيها وبيحاول يفوت يلعبها مره ثانيه، انما المره دي تسلل، المره دي في رايه وصفاره. دلوقتي مفيش عمق دفاعي خالص عامله منتخب المغرب، مرتين ورا بعض بيتضربوا في الكرات الطويله بتتلعب، لازم المغرب يبقى عامل عمق دفاعي، عشان كده بيلعبوا على خط واحد، وعشان كده تونس بتعمل الكره الطويله في ظهر المدافعين، وبتبقى سايبين مسافه لعيبه المغرب بينهم وبين خالد فهمي، عشان كده الكره اللي فاتت كانت فيها خطوط. دايما لازم تعمل عمق دفاعي او ما تسيبش مسافه بين خط الظهر والحارس، عشان لو كانت طويله الكوره يبقى الحارس زي الليبرو هو اللي يطلع يلعب. الكرات الطويله هي دي الخطوره بتاعت تونس لغايه دلوقتي، بيعملوها كويس. وتاني عملوا بعد الجول محاولتين ورا بعض. اكرم روماني بيلعبها طويله، اكرم بياخد طرف الملعب يوسف حاجي، بيحاول يستلم يوسف ومعاه مستايب وحاطط جسمه بقوه، بترد تاني توقع يوسف مختاري، خطر يوسف مختاري يلعبها على طول، خطره يوسف مختاري، فيها فكره عاليه قوي، عنصر مفاجاه والسرعه قبل المدافع ما يرجع ويغطي. مره ثانيه بيخلصها يوسف حاجي، يوسف بيحاول يعدي يوسف ويرجع بيها ليوسف مختاري، بيهدى يوسف مختاري مساحات ضيقه، بيعمل شورت باس في وسط 3 لعيبه يوسف حاجي، لكن ضغطوا وجابوها منتخب تونس. خلصها ثاني رياض ترجع وحاتم الطرابلسي يلعبها لمسه، والثانيه في نص الملعب لمهدي النفطي بيوصلوا بيها من ناحيه الشمال لكلايتون. ماشي كلايتون عدى نص الملعب، كلايتون هيلعب كره طويله ما لعبهاش، بيستنى كلايتون يرجع بيها مره ثانيه لمهدي. مهدي عايز يغير اتجاه اللعب وطلع له المخرج بتاعه. حاتم الطرابلسي على صدره، حاتم في وسط 2، هيلعب على الخط ولا فين هنشوف. في وسط 2 هيعمل ايه حاتم؟ يرجع ثاني، تردد كتير، اتقطعت منه على طول واتنقلت ثاني سريعه ليوسف حاجي، لمسه والثانيه لكن في دفعه وفي فاول لصالح منتخب المغرب في اللقاء الختامي والنهائي اللي لغايه دلوقتي فات منه 11 دقيقه وتونس متقدم بهدف للاعب دو سانتوس. هيلعب طلال كركوري
طلال كركوري هيلعب الفاول، بيركز اللاعب مروان شماخ على طول، بيلعب الفاول عاليه، تتنقل الكوره تاني في نص الملعب من لمسه واحده يلعبها وبيستلم زياد، يرجع بيها زياد وبيهد اللعب مره تانيه حاتم الطرابلسي، يرجع بيها حاتم، بيهدوا اللعب رياض ابو عزيزي، طويله من رياض تستلم منه سليم بن عاشور، يرجع بيها مره تانيه سليم، رادي الجعايدي، كل ده تهديه، كول داون ذا جيم، بيموتوا اللعب ويهدوا اللعب ويحتفظوا بالكوره. كلايتون يرجع بيها مره ثانيه كلايتون، كل ده تهديه للعب او بياخدوا نفسهم بالكوره. لمسه وكره طويله من ناحيه شمال، بيحاول يلعبها لدو سانتوس لكن معاه مش سايبه وليد رجراجي يقفل كويس، وليد رجراجي وياخد رمي التماس. وليد رجراجي بيسلمها في نص الملعب، وليد مره ثانيه ليوسف صافري، بيحاول يضغط هنا ضغط، شوف الضغط على الخصم او الضغط على المنافس، ضغط كويس واستخلصها، كان ممكن يعمل منها حاجه لكن تتقطع الكوره. حماس من لعيبه تونس في تركيز، بينفذوا الضغط على الخصم او الضغط على المنافس بشكل كويس، بيضيقوا المساحات عليهم. عشان كده لسه ما شفناش منتخب المغرب عمل التحضير بتاعه اللي بيعمله في نص الملعب واللي بيتفوق بيه دايما على اي فريق، وهو الانتشار الجيد في وسط الملعب. تاني بيحاول يلعبها يوسف حاجي، استلم يوسف حاجي، بيتابع يوسف مره ثانيه انما بيبعد الكره على طول رادي الجعايدي، يعديها بتوصل نص الملعب وفي دفعه من اللاعب زياد الجزيري. فاول نور الدين نايبت هيلعب مره ثانيه، نور الدين نايبت يلعبها، بيحاولوا يقربوا خطوطهم منتخب المغرب في نص الملعب. عبد الكريم قايسي، اقوى هجوم واقوى دفاع في البطوله لغايه دلوقتي منتخب المغرب، مسجل 13 هدف، مش داخل فيه غير هدفين بس، حتى في التصفيات بتاعت افريقيا سجلوا 10 اهداف وما دخلش فيهم ولا هدف. مره ثانيه اكرم روماني يلعبها، اكرم روماني باص مقطوعه الكوره، تتنقل ويخلصها مره ثانيه رياض ابو عزيز، ونفس الكوره الطويله وخطره وجول، هيجيب جول وحطها، فرص كتيره وخطيره، نفس اللعبه اللي بقول لحضراتكم عليها، اللونج باص، التمريره الطوليه اللي في ظهر المدافع اللي فيها عنصر مفاجاه، احنا مش واخدين بالنا ايه اللي هيحصل، فوجئنا بان الكوره معموله اهي، دي فيها سربرايز، فيها مفاجاه بشكل رائع جدا وتحرك ممتاز من دو سانتوس، اتعمل الجزء الاولاني منها حلو قوي لكن اللمسه الاخيره ما كملتش، عشان كده راحت الفرصه. خطوره من منتخب تونس، مسيطر ومتفوق لغايه دلوقتي وفرصه اكتر من منتخب المغرب حتى الان. لسه في اخطاء في خط ظهر المغرب، وهم ان هم ما بيلعبوا على خط واحد، ما بيعملوش عمق دفاعي، عشان كده اي كره طويله بتعمل انفراد لمنتخب تونس. تونس بيجودوها كويس زي ما قلت لحضراتكم في الاول، بيعملوها بشكل ممتاز، لعبه ما بتكونش صريحه، محدش عارف هيعملوا ايه، ولكن هم اثناء التحضير بتتعمل على طول اللونج باس او التمريره الطويله السريعه اللي هي فيها عنصر مفاجاه. روجيلو مير المدرب الفرنسي المعروف، ومعاه المدير الفني طبعا روجيلو مير، ومعاه مدرب نبيل معلول لاعب منتخب تونس السابق، وايضا منتخب المغرب طبعا المدرب الذكي اللي عمل نتائج هايله واداء رائع في البطوله حتى الان. كره طويله، مأخر نفسه كريم، بيحط جسمه وسابها بهدوء وياخد رمي ضربه مرمى لصالح منتخب تونس. ربع ساعه فاتت ولسه النتيجه تقدم المنتخب التونسي بهدف دو سانتوس. علي بومنيجل هيلعب ضربه المرمى، 60,000 او 40,000 او ممكن 50,000 من جماهير تونس بتسقف سقفه واحده في ملعب رادس. مره ثانيه عاليه توصل ناحيه شمال عادل الشاذلي، بيمتص الكوره عادل ويرجع بيها عادل. كلايتون يرجع بيها كلايتون وخاف يوقفها طبعا راضي، يلعبها طويله قدام راضي، تتنقل الكوره وبيخلصها نور الدين نايبت. مره ثانيه توصل ناحيه اليمين وليد رجراجي، انما لغايه دلوقتي تونس او منتخب تونس بينفذ الضغط صح في نص الملعب، مش مدي مساحات للاعيبه المغرب يتحركوا فيها او يحضروا. وقوه وخطوره منتخب المغرب في وسط الملعب، لانه يعتبر في 5 في نص الملعب لما بيحضروا، الحقيقه ما لهمش حل، تيم كبير قوي منتخب المغرب، بيحضروا تحضير ممتاز، وعندهم الهجمه المرتده بيعملوها من افضل الفرق في البطوله اللي بتجيد الهجمه المرتده منتخب المغرب. فاول وليد رجراجي عاليه ويطلع بالبوكس، بيردها علي بومنيجل،
ترجع مره ثانيه من ناحيه شمال اكرم روماني، عايز يعدي اكرم لكن تطلع بره الكوره. رامي التماس لعبها بسرعه وبيخلصها على طول. ثاني كوره عرضيه خطره، منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، عملها حلوه يوسف مختاري ورايح على الايمن القريب، كان هيخلص جول، كان هيخلص جول هنا. مروان شماخ اتحرك صح في توقيت سليم جدا وعمل ارتقاء وراح على الايمن القريب، لكن ما ادالوش فرصه علي بيومني. هنشوفها اهي على طول، نفس الموقف اللي بقول لحضراتكم عليه، قطع وفي ثانيه عمل الكره السريعه المفاجاه لمروان شماخ. اقرب فرصه واخطر فرصه لمنتخب المغرب كان ممكن يتعادلوا بيها. تتنقل مره ثانيه، بيتابع مروان شماخ وترجع الكره لاكرم روماني. نور الدين نايبت يلعبها لطلال كركوري. طلال نفس الكره العاليه بيلعبها طويله لمروان شماخ، تترد مره ثانيه توصل في نص الملعب لعادل الشاذلي، يلعبها طويله. عادل بدا يستحوذ على الكره منتخب المغرب، لو وزنوا نفسهم في نص الملعب بيبان خطورتهم على طول. وليد رجراج يلعبها وليد عبد الكريم قايسي. عبد الكريم يلعب واحده طويله، عبد الكريم قايسي بيستلم منه يوسف حجي ويلف في مساحات ضيقه. الشورت باص بتعمل، هتاخد الثانيه والثالثه والرابعه، منتهى الخطوره. الشورت باص معمول حلو، معمول حلو قوي. والثاني وليد رجراجي بيكمل وعايز يعدي وليد. شوف التمريره السريعه في مساحات ضيقه بتتعمل ازاي، مره الثانيه الثالثه الرابعه بالعرض على طول. كل ده ما خدش يمكن ثانيه او اكتر من ثانيه بحاجه بسيطه، لكن كانوا واصلين للمنطقه المؤثره. رامي التماس. جماهير تونس اللي من امبارح بالليل ماشيين في شوارع تونس العاصمه وماسكين الطبول والهتافات والاعلام، وزي ما هم عندهم امل كبير ياخدوا الكاس. ايضا جماهير المغرب اللي موجوده في تونس بعدد كبير ايضا كانت بتطوف ايضا، وكانت الروح عاليه جدا من الجمهورين، في اخوه وفي محبه وفي صداقه بين المغرب وتونس العرب الاشقاء. تاني في نص الملعب استلم بيهدي اللعب وعلى طول بيطلع له حاتم الطرابلسي، راجع مع اكرم روماني. حاتم يرجع بيها، حاتم بيهدوا اللعب مره ثانيه. مهدي النفطي يلعبها مهدي ناحيه الشمال، بيستلم منه عادل الشاذلي، بيحاول يعدي عادل الشاذلي في مساحه ضيقه بيسلمها، استلم ولف وعدى سانتوس. سانتوس بيبص عايز يلعب الكره الطويله، هيلعبها ولا لا، لكن حللوا الموقف على طول حاتم الطرابلسي. حاتم ومره ثانيه نقل نفسه من ناحيه اليمين، استلم كويس. زياد هيكمل، زياد ويلعب كره عرضيه خطره. دي لو عدت خطر هو جول، هيحطها خطير. كم مره دو سانتوس، كم مره بيوصل للجول. والكرات العرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. جمله حلوه قوي اتعملت مع منتخب تونس. وشوف اللاعب رقم 5 زياد الجزيري عامل كروس اوفر، وشوف دو سانتوس واقف فين، واقف ورا اخر مدافع. يعني اذا عدت اخر مدافع فيها خطوره على طول، عشان كده بقول لحضراتكم فيها خطوره. شوف واقف ازاي اللاعب عادل الشاذلي، عملها هو عادل الشاذلي اهو، مش دو سانتوس. عادل الشاذلي وقفها حلو لكن شاطها وبتاع. لعب في فرص، في محاولات كتيره، والمحاولات اكتر لمنتخب تونس واخطر، لكن في محاوله لمنتخب المغرب بتاعت مروان شماخ كانت خطيره جدا. تاني عبد الكريم قايسي يرجع ورا لطلال كركوري، يلعبها طلال. عبد السلام ودو، بيستنى عبد السلام وبيلعب واحده طويله قدام عاليه، لكن راجع رياض بوعزيزي يلعبها رياض ويضغط مره ثانيه يوسف. مساحات ضيقه لكن تترد الكوره وتوصل لمهدي النفطي، يلعبها مهدي طويله قدام ويخلصها مره ثانيه نور الدين نايبت. ماشي نور على صدره، يوسف حجي يرجع بيها يوسف لعبد الكريم قايسي، بيوصلوا بيها ناحيه اليمين لوليد رجراجي. وليد لسه ما اشتغلش من ناحيه اليمين، لما بيشتغل خطر جدا. على طول منقوله سريعه لما بيضغط رياض بوعزيزي اللي خد شكل دفاعي دلوقتي هو رياض بوعزيزي. تاني اكرم روماني يرجع بيها اكرم. طلال كركوري، طلال بيبص وغير اتجاه اللعب على طول بالمقاس على صدره، بيستلم حلو قوي وليد رجراجي. ماشي وليد لمسه والثانيه بيسلمها ليوسف حجي. بيحاولوا يجيبوا لعيبه تونس، بيحاولوا يدوروا على مساحات او بيحاولوا يخلقوا مساحات هنا، لكن في زون ديفنس ودفاع منطقه باين من لعيبه تونس قافلين. عدى مره ثانيه نور الدين نايبت وبيعدي، اتقطعت خطر، قطع خطر جدا، خطر. لكن الخطوره كان له لعبها طوليه، لكن هو بعد شويه عن المرمى ويلعبها ثاني لزياد. زياد في الناحيه العكسيه برضه مع اخر مدافع، هتعدي لا ما عدتش المره دي. برافو عبد السلام ودو خلصها حلو قوي عبد السلام. التمريره الغلط مؤثره، الخطا الدفاعي مؤثر، ممكن يعمل حاجات خطيره جدا. عادل الشاذلي يلعبها عادل لحاتم الطرابلسي ناحيه اليمين. ماشي حاتم، سليم بن عاشور لمسه والثانيه استلم كويس زياد.
الجزيري وبيسلمها مره ثانيه زياد في مساحات ضيقه تاخد مره والثانيه سليم بن عاشور وبيدور على فين ناحيه اليمين لحاتم خلصها حاتم راح لجول خطير خطير جدا خطير جدا الراجل حاتم الطرابلسي. شوف الفكر بتاعه مفكر قبلنا مفكر قبل الكره ما تجيله عارف هيعمل ايه حاتم الطرابلسي وخد فاول وفي انذار للاعب اكرم روماني. يعني هنا هو مع اخر مدافع مع اكرم روماني واخد قرار قبل يعني سرعه رد فعله كانت اسرع من اكرم روماني. فكر قبل اكرم روماني اهو فكر يعمل ايه خد الكره ورايح بيعدي منه في ظهره لو عدى رايح للجول. انذار لاكرم روماني اول انذار في اللقاء الختامي للاعب اكرم روماني. بيركز خالد فهامي ماتش كبير يا جماعه فريقين كبار منتخبين قدموا لنا كره حلوه ومتعونا في البطوله ووصلوا للمباراه النهائيه. كلايتون هيلعب ترجع من كلايتون ومخطوفه لا ما صفرش لسه ما ادالوش الاشاره لسه الحكم بيرجعه حكم السنغالي ندوي بالا. لكن حاتم الطرابلسي عنده الميزه دي توقيفه وهو بيوقف ازاي يتخطى اخر مدافع زيها لنفسه كويس قوي. يعني لو كانت جوه المنطقه كان ممكن ياخد فيها بينالتي. قد ايه خطير جدا اللاعب حاتم الطرابلسي الظهير الاساسي الثابت الاساسي لفريق اياكس امستردام. ملعوبه خطره تترد ويطلعها خالد فهامي. برافو خالد فهامي خالد فهامي. تترد تاني مره كوره على مهله اخر واحد على طول من لمسه واحده يسلمها لسليم بن عاشور. سليم بن عاشور في وسط اثنين بيحاول يعدي ويحط جسمه ويضغط ويخلصها مره ثانيه في وسط اثنين. هيكمل من ناحيه اليمين هيكمل من ناحيه اليمين زياد انما زياد مقطوعه بياخد طرف ملعب ممتاز الراجل زياد الجزيري بيفضلوا المساحه دي بيكمل فيها ورقم 5 بنشوفه دايما بيجي في المكان ده زياد الجزيري. الكرة الخطيرة اللي طلعها خالد فهامي. فرص كتيرة راحت من منتخب تونس محاولات كتيرة ولكن في محاولة لمنتخب المغرب خطيرة وأقرب كرة كان ممكن اللي كانت للاعب مروان شمال. أكرم روماني وفي ضربة حرة مباشرة للمغرب. أكرم روماني مرة ثانية يلعبها الناحية العكسية عالية الجول كيبر شايف طالعها ومسكها من أعلى نقطة عالي بنيتش. عالي يمسكها وينزل بيها عالي. لسه ما زال الزاكي بيلعب بمهاجم واحد وهو مروان شمار ولكن في جواد زايري موجود من ضمن البدلاء. في نبيل بها موجود من ضمن البدلاء. في نبيل مسلوب ايضا موجود. كل دول جاهزين واعتقد هيستعين بيهم الكابتن الزاكي. بدماغه مره ثانيه يوسف مختاري يلعبها يوسف في نص الملعب. مهدي النفط اتقطعت لكن خلصها منه مره ثانيه عادل الشاذلي يرجع بيها عادل لكلايتون ونفس الكره الطويله اهي نفس الكره الطويله لكن في تسلل على دوس سانتوس. في تسلل في رايه وصفار. هيلعب عبد السلام وادو 24 او 25 دقيقه فاتت وكرة عالية بيخلصها حاتم الطرابلسي لكن في دفعة وفاول لعب الفاول على طول سريع ونقل نفسه حاتم بيعمل سبرنت هياخدها حاتم ولا ايه هنشوف. هيلعبها لحاتم ولا لا وصلت لكن في ظهر حاتم اتلعبت ليه اللاعب زياد الجزيري. حاتم الطرابلسي يرجع بيها الطرابلسي مرة والثانية رياض بوعزيزي لحاتم تاني. رياض بوعزيزي بدأ يتقدم ويرجع تاني يغير فكره ورأيه ويسلمها لحاتم الطرابلسي. حاتم عايز يبص الناحية العكسية ويلعب الكرة الطويلة انما يردها اكرم روماني وتطلع بره الكوره ورمي التماس لمنتخب تونس. حاتم الطرابلسي رياض وعزيزي بيضغط وراجع مروان خلصها مروان شماخ مهاجم خطير الراجل مروان شماخ ده تخيلوا حضراتكم لعيب اساسي في نادي بوردو الفرنسي النادي اللي خرج زيدان وخرج دوجري ومروان شماخ لعيب اساسي هناك قدراته عاليه جدا. الكوره اللي بتجيله ما بيضيعهاش ممكن يفضل طول الماتش عليه رقابه لكن من فرصه واحده يسجل ودي خطوره اللاعب مروان شمال. يوسف الصافي يرجع بها يوسف لطلال كركوري يلعبها طلال لاكرم روماني مره ثانيه بيحاول يحضر منتخب المغرب لكن شوف الضغط في بريس بتعمل من لعيبه تونس. مره ثانيه بيضغط يوسف حاجي بيحاول يعدي يوسف انما في دفعه وضربه حره مباشره لمنتخب المغرب. اكرم روماني يوسف صافي يلعبها يوسف عبد الكريم قايسي بيشوط عبد الكريم من مسافه بعيده لكن بتقلش الكوره وتطلع بره
راجع قدامنا عبد الكريم قيسي بيلعب في روسيا، محترف في روسيا في نادي كازان الروسي. لاعب ارتكاز في وسط ملعب منتخب المغرب. كده شايفين قدامنا بلاتر وعيسى حياته طبعا. 26 دقيقة وداخلين على الدقيقة 27 من الشوط الأول، والنتيجة لا تزال تقدم منتخب تونس بهدف دو سانتوس. عالية دو سانتوس لاعب برازيلي ولكن كان عايش في تونس هنا وحب ان هو يعيش في تونس، ومعاه لاعب هو بيلعب في سوسو الفرنسي وكان هداف سوسو الفرنسي قبل عامين. وبعد كده اتكلم مع زميله عادل الشاذلي اللي هو معاه في سوسو الفرنسي وطلب منه، قال له انا عايز اعيش في تونس وعايز اخد الجنسيه التونسيه. على طول عادل الشاذلي بلغهم ولبوا طلبه وخد الجنسيه التونسيه يمكن من شهر تقريبا، شهر ونص قبل البطوله، ولعب مع منتخب تونس. لاعب مؤثر جدا ومميز جدا. نفس الوضع اللاعب كلايتون برضه برازيلي واخذ الجنسيه التونسيه. هيلعب خالد فهامي ضربة المرمى لمنتخب المغرب. خالد فهامي عالية بدماغه بيلمس عبد الكريم قيسي، تترد مرة ثانية الكورة. من افضل المنتخبات اللي ادت في البطولة لغاية دلوقتي المغرب وتونس، ادوا اداء رائع في البطولة وعملوا انجازات الحقيقة، ويمكن منتخب المغرب ادى اداء ممتاز ونتائجه باينه. لكن هنشوف الكره دي خطر وبيحاول يخلصها يوسف بيشوط من مسافه بعيده. يوسف حاجي مسافه بعيده لكن تطلع الكره بره وفي لاعب وقع منه. منتخب المغرب كله اشاد بمهارته، اشاد بقوه الفريق، وده واضح طبعا من خلال انه سجل 13 هدف ودخل مرمى هدفين بس. لكن النهارده منتخب تونس بيلعب قصاده صح. عرف يتعامل معهم ازاي اللاعب والمدرب روجيه لومير، لانهم بينفذوا البريس او الضغط على المنافس في وسط الملعب بشكل جيد، ضغط جماعي، مش لاعب بس اللي بيضغط، لا اثنين لعيبه بيضغطوا ساعات ثلاثه، واذا واحد ضغط بيبقى الثاني في ظهره بيعمل كفرنج عشان ما يفقدوش الكوره. ولكن لما بيستخلصوا الكوره بيعملوا التمريره الطويله السريعه على طول اللي عملوها مش مره واحده بس، لا عملوها يمكن 3 مرات او 4 مرات، وكان فيها انفراد للاعب دو سانتوس وكان فيها خطوره من اللاعب عادل الشاذلي، لكن كان فيها تألق من الحارس خالد فهيمي في اكثر من كوره. الى جانب طبعا كان في اخطاء من مدافعي المغرب من عبد السلام وطلال، تمريره قصيره، وخطا كمان كان من وليد رجراجي اللي رجع كره قصيره ولكن لحقه خالد فهيمي ونور الدين ناجي. خرج يتعالج حاتم الطرابلسي والكابتن زكي بيكلم لاعيبته في تركيز. كل فريق عايز يكسب، عايز ياخد الكاس، انما احنا اللي مستفيدين في النهايه لان الكاس عربيه، وطالما الكاس عربيه ده شيء يفرحنا ويسعدنا كلنا. عادل الشاذلي يلعبها عادل وطويله من كلايتون، تطلع كرة بره وتطلع بره رامي التماس. وليد رجراجي كان عنده شد وليد وكان خايف زكي لما يلعبش، ولكن جهزوه لعب، وجهزوا ايضا اللاعب طلال كركوري اللي كان مصاب وبدا بيه النهارده، لكن لسه اللاعب جواد زايري كان عنده برد وما ابتداش بيه واحتمال ينزله في الشوط الثاني. فاول لمنتخب المغرب، بيركزوا في الكرات الثابته. شايف يوسف حاجي قدام، مروان شماخ قدام، وطلع كمان عبد السلام وادو، ورجع لعيبه تونس كلها راجعه في منطقه الجزاء. الكرات الثابته في منتهى الخطوره من ناحيه الشمال تتلعب من ناحيه اليمين برجل الشمال، وخطره عبد السلام وادو لكن رجله اتزحلقت قبليها او اتزحلق قبل ما يلعب الكوره. بيكلموا الحكم لعيبه المغرب، هنشوفها لما تتعاد، وتطلع الكوره بره وضربه ركنيه لصالح منتخب المغرب. كورنر من ناحيه اليمين هيلعبها يوسف، في تركيز ومنوره داخل منطقه الجزاء على الايمن الورا بتتلعب، وخطره دي خطره، لكن شوف كم لاعب رايح، كم لاعب رايح معاه بيأمنوا الايمن القريب مع اللاعب وليد رجراجي. لمسها وليد وخطر من وليد، لكن في لعيبه قافلين عليه فما عرفش يلعبها مستريح. هنشوفها تاني اهي، وليد رجراجي خبطت في وليد قبل ما تطلع، فعلا ضربه مرمى. عايب بنيجل قدامنا نبيل معلول، وجنبه طبعا المدير الفني روجيه لومير المدرب الفرنسي اللي فاز مع منتخب فرنسا قبل كده ببطوله اوروبا وبطوله القارات، وكان مع مساعد لإيمي جاكي لما فازوا بكاس العالم طبعا 98. طلال كركور
ماشي طلال يلعبها في نص الملعب. عبد الكريم قايسي. طلال مرة تانية بيغير على طول طويلة من ناحية الشمال. بيحاول يتقدم أكرم روماني. يرجع بيها أكرم لكن تطول من أكرم روماني وترجع. لعب الماتش اللي فات أكرم روماني كان ممتاز. بيلعب في جنت البلجيكي. تاني مرة يوسف مختاري بيلعبها يوسف انما مغطي حاتم الطرابلسي ويلعبها طويلة قدام ما تلاقيش غير نور الدين نايبت. ماشي نور الدين نايبت لمسة والثانية طويلة بيضغطوا. شوف الضغط لكن جابها تاني نايبت ويرجع بيها لطلال كركوري. كركوري لوادو. وادو والتمريره الطويله استلم وحط جسمه عبد الكريم وعايز يكمل. يوسف صافري في وسط اثنين يوسف لكن الضغط الجماعي بينفذ وعمل كونتر اتاك. منتهى الخطوره يا جماعه. في تسلل لكن حلوه. في تسلل معموله وهنشوفها لما تعاد. لكن شوف الكونتر اتاك السريع. شوف الضغط على الخصم اتعمل ازاي. شوف متحرك مع اخر مدافع ازاي. هنشوفها اهي ضاغط قاطع. فيها شك لا فيها تسلل. فرقت ثانيه انما كان ممكن تعمل انفراد. بتتعمل صح. بتتعمل المساله مش بالصدفه لا. اتعملت اكتر من مره يعني متفق عليه. ضغط على الخصم تضييق المساحه بس بعد ما بيقطع الكوره بيعمل التمريره السريعه المفاجئه. تترد الكوره والجول كيبر طلع علي بومنيجل طلع من جوله لكن ما لمسهاش. توصل تاني لحاتم الطرابلسي. بيسلمها وحاطط جسمه معاه مش سايبه. يوسف يرجع بيها تاني اكرم روماني مره تانيه وتطلع الكوره بره. رمي تماس لمنتخب المغرب. اكرم روماني في وسط اثنين عايز يعدي يوسف مش مديله مساحه خالص. يوسف مختاري بيلعب في المانيا. اتولد في المانيا يوسف مختاري. روح فاوست الالماني بيلعب فريق درجه ثانيه لكن ادى اداء رائع في البطوله الحقيقه يوسف المختاري. يوسف مره ثانيه ليوسف حاجي. يلعبها يوسف حاجي يرجع بيها لمسه والثانيه بيوصل بيها على طول عبد الكريم قاسي لوليد. بيكمل وليد من ناحيه اليمين. ماشي وليد هيضم لجوه وليد. مين هيلعبها لمين؟ وليد في وسط اثنين الكره الطوليه بيلعبها لكن مساحات ضيقه وتتلعب على طول مباشره. بيشوط من خارج المنطقه. في سرعه ارتداد للاعيبه تونس ومضايقين المساحات لكن منتخب المغرب بيجتهد وبيحاول يقرب خطوطه لان خطوطه لما بتتقارب خطوره غير عاديه. بيعملوا خطوره غير عاديه منتخب المغرب لما خطوطهم تتقارب. فلايتون وتطلع كره رامي التماس. التذاكر خلصت قبل المباراة وكرة تانية طويلة بيحاول يكمل فيها برضه. نقل نفسه فيها زياد انما تسلل واضح. منتخب المغرب بيلعب على خط واحد مش عامل عمق دفاعي وسايب مسافة بينه وبين الحارس. يعني اي كرة طويلة ما فيهاش تسلل هتعمل انفراد واتعملت قبل كده. تاني عالية منقولة طويلة على طول تترد وليد. استلم وخلصها بيحط جسمه ما بيفقدهاش وبيتابع مرة تانية وخلصها يوسف في وسط ثلاثة. شوف كم مدافع 4 مدافعين عاملين بوكس على طول على يوسف حاجي. روح قتالية من لاعيبة تونس وتركيز هجومي من لاعيبة المغرب. ترجع تاني الكورة على مهله طلال ويرجع بيها طلال لخالد فهامي. خالد على طول بيردها طويلة قدام خالد. رياض بوعزيزي يلعبها رياض عالية. دو سانتوس من لمسه واحده اثنين للكره لكن يقطعها اكرم روماني. يلعبها اكرم وترجع الكره ورا بهدوء. سليم بن عاشور يرجع الكره ورا. لاعيبه نيجيريا طبعا اصحاب المركز الثالث ومالي اصحاب المركز الرابع. منقوله مره ثانيه على طول من لمسه واحده توصل ناحيه شمال. اكرم روماني ماشي. اكرم هيضم لجوه اكرم لكن يلعبها على الخط. كان عايز يتقدم قدام يوسف مختار ياخدها في ظهر المدافع لكن اكرم لعبها له. رادي الجعايدي تترد مره ثانيه. نور الدين نايبت بدماغه. اكرم روماني بيلعبها. اكرم لسه في الملعب ما خرجتش. الرايه رفع خرجت وتطلع رمي على طول منقوله. يوسف حاجي يلعبها ليوسف مختاري في وسط اثنين يوسف وبيحاول يكملها ويسلمها على طول. يوسف مره ثانيه تطول وبيعمل فرمله جابها منتخب المغرب. عايزين يستحوذوا هنا. مين هيستحوذ هنا؟ استحوذ عليها تونس هتعمل كونتر اتاك لكن اهو رجع على طول قفل كويس
عبد السلام واد ونور الدين نايبت عملوا ايه؟ شفتوا حضراتكم في الكاميرا باين، عملوا ديلي، عمل اخر نفسه لان الكره خلاص تونس استحوذوا عليها، فعشان يمنعوا بقى الكره الطويله هنا قام اخر نفسه اللي هو الديلي، ياخر نفسه عشان يضيق المساحه بينه وبين حارس المرمى او يسموها العمق الدفاعي. دايما مثل معروف وفي تكتيك الكوره معروف، عشان تضرب العمق الهجومي لازم تعمل عمق دفاعي، يعني عشان تضرب التمريره الطوليه لازم يبقى عندك عمق دفاعي. ممكن ليبرو يعمله، ممكن حارس المرمى يعمله، بس عشان حارس المرمى يعمله لازم مسافه تبقى قريبه بين خط الظهر وحارس المرمى. بتعالج سليم بن عاشور، عبد السلام واد عينه على راجي عايدي، الاثنين نجوم. كلايتون كرة العالية وبيطلع الحارس خالد فهمي يمسكها، خالد يلعبها، خالد ناحية شمال، أكرم روماني ماشي، أكرم يرجع بيها مرة ثانية، أكرم طلال كركوري، وليد رجراجي من لمسه واحده، يوسف حجي بيلعبها، يوسف هات خد من ناحيه اليمين، خطر يوصل للخط، منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، الكره عاديه، هيجيب جول، هيجيب جول، جوه جول، جوه جول، جوه جول، جول جميل جميل جميل. يوسف مختاري نموذج يا جماعه، نموذج للجمله التكتيكيه، مش ممكن، وصل للخط يوسف حجي، لعب الكره العرضيه نموذج، مين مستنيه؟ يوسف مختاري لعبها له بالماس، لعبها له بالماس ومركز وحاطط دماغه مظبوط وموجهها ومنشنها في الزاويه الصعبه على يمين الحارس بومنيجل ويسجل هدف التعادل. شوف هنا الضغط يستخلص وعمل التمريره، شوف يوسف حجي، يوسف حجي لعيب غير عادي، الكره العرضيه منشنها يا جماعه، مش لعيبها كده، لا عاملها لزميله اللي جاي، منشنها للاعب يوسف مختاري، ويوسف مختاري بيركز. شوف التركيز من يوسف حجي قبل ما يلعب، باصص قبل ما يلعب، عاملها تشيبنج من فوق الاثنين مدافعين، وشوف اللي جاي من وضع حركه اللاعب يوسف مختاري ويسجل الهدف التعادل لمنتخب المغرب، والهدف الرابع له في البطوله، الهدف الرابع ليوسف مختاري في البطوله. الماتش اللي فات مسجل هدفين، 1-1 في لقاء ممتع، كوره حلوه، كوره عربيه جميله، بيأدي اداء رائع دلوقتي منتخب المغرب، بيأدوا حلو قوي، واداء منتخب تونس بدأ بدايه قويه جدا في البدايه وسجل هدف، ووصل لمرمى المغرب اكتر من مره كان ممكن يسجل، بعد كده رجع المغرب سيطر واشتغل في نص الملعب، بدأ يوسف حجي يشتغل، بدأ عبد الكريم قاسي يشتغل، بدأ وليد رجراجي يتقدم، عشان كده خطوطهم تقاربت، عشان كده وصل يوسف حجي اللاعب المؤثر الخطير جدا ووصل للخط وعملها بالعرض، وبيتعادل منتخب المغرب 1-1 و39 دقيقه فاتت، وبيغير اتجاه اللعب الثاني يوسف صافري. كوره يا جماعه متعه، كوره كبيره، فرقتين كبار، منتخبين كبار، بنشوف لعيبه كبار جدا، مستوى عالي قوي. نور الدين نايبت ومره ثانيه بيستلم دو سانتوس، وسط اثنين دو سانتوس، انما حط جسمه نور الدين نايبت. نور الدين نايبت ترجع الكوره ثاني ناحيه شمال، يلعبها لاكرم روماني، الراجل ده ملوش حل، مصطفى يوسف حجي ده كنترول ومهاره وعنده فكر ونضج تكتيكي، عنده مهاره فكريه عاليه. يوسف مختاري تترد تاني من يوسف، مسافه قليله لكن بيخلصها شيبينج برضه، ويردها مره ثانيه رجع عايدي، ترجع في نص الملعب، راجع وحاطط رجله يوسف حجي، يوسف حجي تترد الكوره توصل لوادو، يلعبها وادو ليوسف حجي ثاني، يلعبها وين نفسه، بينقل نفسه، بيلعب وين نفسه في ظهر المدافع. يوسف حجي بيعرف ياخد البوزيشن الهجومي صح. وليد رجراجي ماشي، وليد من ناحيه اليمين، وليد يلعبها ثاني نفس المكان ليوسف حجي، لكن شوف بقى معاه المره دي مش سايبه المره دي كريم حجي اهي، شوف الكره بتتعاد في وسط الاثنين، عداها من الاثنين ازاي يا جماعه، والمتابعه من يوسف مختاري، مركز باصص لامح المرمى، بقه مقفول، عينه مفتوحه مظبوط، نموذج لضربه الراس موجهه في الزاويه البعيده على يمين بومنيج. 1-1 والهدفين احلى من بعض، هدف تونس رائع للاعب دو سانتوس، وهدف يوسف المختاري رائع، وهدف المغرب رائع للاعب يوسف المختاري. تاني عبد الكريم قايسي، في دفعه وفي فاول لمنتخب تونس، داخلين على الدقيقه 41 على نهايه، وفاضل 4 دقائق على نهايه الشوط الاول الممتع اللي كله اثاره ومتعه وتكتيك عالي جدا من الفريقين واداء مهاري عالي من الفريقين. مع الرغم من هجمات تونس كانت اكتر واخطر، والفرص اللي ضاعت منهم بالذات اللاعب دو سانتوس وعادل الشاذلي كانت اكتر، لكن في تركيز من منتخب المغرب، وعاليه مره ثانيه، ويطلع خالد فهمي يمسكها وينزل بيها خالد ويبتدي هجمه على طول. وليد رجراجي يلعبها، وليد
وبيضغط رياض بوعزيزي، اثنين لمسه والثانيه يوصلوا بها ناحيه الشمال. اكرم روماني على طول سريع، اكرم بياخد طرف ملعب يوسف مختاري وساب المكان وضم لجوه، ساب المكان لاكرم روماني يضم لجوه يوسف مختاري على طول ويلعبها ثاني ليوسف حاجي ويتابع مره ثانيه يوسف مقطوعه الكوره. ويمكن اختاروا ذا بيست 11 احسن 11 لاعب في افريقيا، بس طبعا مش قادر اقول لحضراتكم دلوقتي ما فيش فرصه. ومره ثانيه يستلم مروان ويلعب على طول مروان، خطره خطير مروان شماخ بيلعبها في منتهى الخطوره وبيصدها علي بومنيجل، تترد مره ثانيه وبيحاول يسلمها ثاني، خلصها مروان شماخ، خطر مروان شماخ، هات وخد نفس المكان بيلعبها مع يوسف حاجي، تترد ضغط وهجوم ضاغط من منتخب المغرب. تتنقل ثاني كوره طلال كركوري، بيعدي طلال ويلعبها طلال، استلم منه يوسف مختاري، وعلى ما بيعمل الكره البينيه يوسف مختاري لكن قطعها بمهاره كريم. تتنقل مره ثانيه لتونس بقى سريع ناحيه الشمال وعايز يتلم عليها لكن راجع عبد السلام وده، عمل العمق الدفاعي هنا عبد السلام بدا يتنبه ليها والكره بتتلعب، اخر نفسه عشان كده شفناه بيقطعها بسهوله. طلال كركوري، يوسف صافري بيركز ثاني منتخب المغرب، اثنين ارتكازهم قدامنا عبد الكريم قايسي ويوسف صافري. مره ثانيه يوسف صافري يلعبها لعبد الكريم قايسي، طويله قدام نور الدين نايبت، عاليه هيشوفها ما شافهاش، طلعت بره، الشمس في عينه، طلعت الكوره بره ورمي تماس لصالح منتخب تونس. 43 دقيقه فاتت، فاضل دقيقتين وتونس والمغرب متعادلين 1-1. هدف لدو سانتوس، هدف تونس، وهدف التعادل للمغرب عن طريق يوسف مختار. بيخلصها مرة ثانية عبد السلام وده، يلعبها في نص الملعب يوسف صافري، يوسف طويلة من يوسف، تترد مرة ثانية الكورة لعبد الكريم قايسي، بيغير اتجاه اللعب عبد الكريم قايسي ويلعبها ناحية الشمال لأكرم روماني، أكرم روماني بيضم لجوه أكرم ويسلمها مرة ثانية يوسف صافري، يوسف صافري على طول عايز يلعبها في ظهر المدافع، طلع له وليد رجراجي، وليد رجراجي طبعا اختاروا أحسن ظهير أيمن من ناحية اليمين. مقطوعه ثاني كوره وفي دفعه وفي فاول. لما تيجي فرصه هقول لحضراتكم على البيست 11 او احسن 11 لاعب، لكن الحقيقه مش لاقي فرصه اقولها لان الماتش ممتع والاداء سريع جدا والكوره ما فيش توقف، عشان كده يمكن الحكم ندوي فالا مش هيحسب وقت اضافي كتير او وقت ضايع كتير. عبد السلام وده اعتقد مش هيتعدى الدقيقتين. ترجع ثاني كوره وده يلعبها طويله وده وتطلع بره، رمي التماس، رمي التماس لمنتخب المغرب. طبعا اللاعب الكبير يوسف حاجي مؤثر ما فيش كلام، لانه لاعب تكتيكي، عنده نضج تكتيكي، عنده مهاره فكريه عاليه، بيلعب طبعا في باستيا الفرنسي. يضغط وتونس خلصها حلوه قوي، دو سانتوس بيكمل، دو سانتوس لكن يضغط وفي دفعه وضربه حره غير مباشره لصالح منتخب تونس. بقى لنا فتره منتخب المغرب ماسك الكوره ومسيطر في وسط الملعب. حاتم الطرابلسي، دقيقتين وقت بدل ضايع. رياض بوعزيزي وكره طويله من رياض توصل ناحيه شمال لاكرم روماني، يلعبها اكرم على الخط بينقل نفسه على طول، وكره طويله تترد الكوره وبدماغه بيطلع رادي الجعايدي يطلعها بره، رامي التماس. بنلعب في الوقت بدل الضايع لمدته دقيقتين والنتيجه التعادل 1-1 في لقاء ممتع وفي قمه الاثاره والمتعه وفي تكتيك بيتنفذ وفي مهارات فرديه عاليه من اللعيبه. فاول، رادي الجعايدي هيلعب، راضي يرجع بها، راضي كريم حاجي مرة ثانية يوصلوا بها ناحية اليمين لحاتم الطرابلسي، يضم لجوه حاتم ويلعب واحدة طويلة لمسة، والثانية حاتم الطرابلسي بيضم لجوه حاتم ويلعبها على طول في مساحة ضيقة، يسلمها لعادل الشاذلي، بيركز عادل وعايز يغير اتجاه اللعب، طالع له من ناحية الشمال على طول، عنده مساحة كلايتون، والكرة الطولية بيلعبها حلوة لدو سانتوس، هات وخد، والثانية والثالثة حلوة قوي، معمولة حلوة، خطر دي انما يطلع طلال كركوري يبعدها طلال كركوري ويحط جسمه تاني مروان شماخ ويتابع مروان شماخ وتترد الكوره طويله قدام على الخط، استلم منه حلو قوي زياد، ماشي زياد من ناحيه اليمين، زياد الجزيري هيعدي يلعب كره عرضيه، خطير الراجل زياد الجزيري، خطير جدا، رغم ان طلال كركوري راح
يعني قفل له الداخل وفتح له الخط عشان يجبره انه يعدي من هنا، وبعد كده يقدر يطلعها، لكن السرعه بتاعت اللاعب زياد جزيري عدى منه فعلا، لكن ما لحقش يقطع منه التلقى. كره عرضيه خطيره وكل الجماهير واقفه بتترقب الثواني اللي باقيه، وضربه ركنيه اخر فرصه في الشوط ده، تتلعب على طول عاليه 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 خطره، دي جول، كله وقف على انها جول. اللاعب مش ممكن كريم حاج راجع، عملها حلوه، جاي من وضع حركه، عامل ارتقاء من اعلى نقطه، لمسها بشكل حلو جدا، نشوفها اهي جول، ما فيهاش حاجه، لو جول هيتحسب، ما فيهاش فاول خالص، ما فيهاش اي حاجه فاول اهو، لان ما لمسش حد، ارتقاء رائع من اللاعب كريم حاجي، جاي غير مراقب، عامل ارتقاء من اعلى نقطه، لكن جت الكوره من تحت، لمسها من تحت وبتاع. وفعلا بيصفر الحكم السنغالي ندوي فالا، وبينهي الشوط الاول سيداتي انسات ساداتي، والنتيجه التعادل 1-1 في شوط رائع وممتاز. تقدم منتخب تونس بهدف عن طريق اللاعب دو سانتوس، وتعادل منتخب المغرب عن طريق اللاعب يوسف المختاري. استراحه قصيره سيداتي انسات ساداتي، ثم نعود لنتابع احداث الشوط الثاني، وكان معكم على الهواء المعلق الرياضي اشرف شاكر. لنتابع ونستمتع باهم اللقاءات والشوط الثاني، وشفنا الشوط الاول اللي انتهى 1-1 واستمتعنا باداء ممتع ورائع من الفريقين. منتخب تونس بدا بدايه قويه جدا وسجل هدف، وكان ممكن يسجل ثاني وثالث، ولكن رجع بعد كده المغرب استحوذ على الكوره واستخدم المهارات الفرديه بتاعت اللاعب الكبير يوسف حاجي، ونجح انه عمل كوره عرضيه وسجل منها يوسف مختاري هدف التعادل. مباراه كبيره في حضور و60,000 متفرج موجودين بيتقدمهم، وفي حضور سعادة الرئيس زين العابدين بن علي اللي جاي بيتابع المباراة ويستمتع أيضا باليوم التاريخي والنهائي العربي اللي استمتعنا بنصه لغاية دلوقتي الشوط الأول، وإن شاء الله نستمتع أيضا بالشوط الثاني. اختاروا أفضل لاعب في البطولة وهو اوكوشا اللاعب النيجيري، واعلنوها خلاص، وهيتسلم طبعا جائزه افضل لاعب في البطوله، وفرصه اللعيبه لسه ما نزلتش او بداوا ينزلوا. اقول لحضراتكم بسرعه ذا بيست 11 بلاير في بطوله افريقيا اللي اختاروهم، وهو التشكيل بتاعهم طبعا. اختاروا الحارس انيما اللي هو حارس نيجيريا حارس مرمى، واختاروا وليد رجراجي ظهير ايمن، خالد بدره لاعب طبعا تونس، وجنبه عبد السلام وادو لاعب منتخب المغرب، اثنين سنترافين، ويوتوبا اللاعب الكاميروني ظهير ايسر. اختاروا كريم زيان اللاعب الجزائري هاف من ناحيه اليمين، اختاروا رياض وعزيزي اللاعب التونسي جنبه لاعب ارتكاز، وجنبه اوكوشا لاعب ارتكاز ثاني لاعب نيجيريا طبعا، واوتاكا اللاعب النيجيري هاف من ناحيه الشمال. واختاروا الاثنين المهاجمين كانوتي اللاعب اللي طبعا اللي شفناه واستمتعنا بادائه مع منتخب مالي واللي سجل 4 اهداف، وجنبه ايضا اللاعب الرائع وهو يوسف حجي كراس حربه ثاني. دول ال11 اذا بيست 11. وبعد كده اختاروا الاحتياطي بقى، خالد فهيمي احتياطي من المغرب، نور الدين نايبت احتياطي من المغرب طبعا، ويابو اللاعب نيجيريا احتياطي ايضا، واللاعب الكاميروني مبابي احتياطي ايضا، سليم بن عاشور لاعب تونس موجود من ضمن البدلاء، وجواد زايدي طبعا اللاعب المغربي اللي مش مشترك النهارده ولسه موجود من ضمن البدلاء، اختاروه من ضمن الاحتياطي لمنتخب افريقيا. واخر واحد تيتي كامارا اللاعب الغيني. يبقى كده 7 احتياطي، شايفين قدامنا اوكوشا اهو افضل لاعب في البطوله واستلم كاس البطوله، وشايفين قدامنا اللاعب الكبير طبعا اللي بيغيب النهارده خالد بدر اللي بيغيب بسبب الانذارين، وطبعا لاعب مؤثر مفيش كلام. نزل الفريقين ارض الملعب، وهنتابع على يميننا هيبقى منتخب تونس، وعلى شمالنا منتخب المغرب. والشوط الثاني هنتابع ضربه البدايه مع منتخب المغرب، بترجع الكوره ورا، يلعبها على طول ورا ناحيه اليمين طويله قدام، بيردها كلايتون. اختار اوكوشا افضل لاعب في البطوله، وهيلعب وليد رجراجي، سابها لعبد السلام وادو. 1-1 انتهى الشوط الاول في اداء رائع من الفريقين. عاليه بيحاول يلمسها لكن بدماغه مره ثانيه، ورفع ايده الحكم، ضربه حره غير مباشره لصالح منتخب تونس. طويلة عالية، ساك يستلم، تطول من الكرة من اللاعب زياد الجزيري، مرة ثانية بيخلصها رياض وعزيزي من ناحية شمال بيضم لجوه، اللمسة والثانية أكرم روماني، يلعبها أكرم روماني، وعلى طول منقولة ناحية اليمين سريع، بيحاول يعمل مشوار. مروان شماخ ماشي، مروان شماخ يلعبها مروان، وتطول وتطلع الكرة ما يلحقهاش، مروان تطلع بره.
طويلة قدام، اخر واحد طلال كركوري بيحاول يلعبها طلال وضاغط تاني حاتم الطرابلسي، اداله الادفانتج وقع حاتم في الارض لكن اداله الفرصه مبدأ تحت الفرصه في اثنين من ناحيه اليمين تاني سريعه. دو سانتوس بياخد طرف ملعب دو سانتوس لكن مقطوع الكوره وخلصها منه تاني وبيعدي وبيقول له قوم، بيقول للاعب قوم لحاتم الطرابلسي لكن حاتم لسه واقع في الارض. تتنقل تاني الناحيه العكسيه ضمم لجوه وليد رجراجي بيخلصها وليد ويلعبها وليد رجراجي، ترجع تاني كلايتون عاليه تترد الكوره وليد رجراجي بدماغه وتطلع بره ورامي التماس مرة تانية. كلايتون يلعبها كلايتون يردها مرة تانية كريم حجي يلعبها كريم على مهله بيستلم ويوصل بيها ناحية اليمين تاني لوليد رجراجي. وليد على الخط يلعبها على الخط برضه ليوسف حجي لمسه والثانيه مع يوسف في مساحه ضيقه بيعملوا التمريرات القصيره يوسف حجي ومروان ويوسف مختاري بيعملوها بشكل ممتاز من لمسه واحده وبينقلوا المكان على طول يلعبها وينقل نفسه. وليد رجراجي الشوط الثاني كل ما الوقت هيجري لسه بنلعب في اول الشوط الثاني اللي فات منه دقيقتين لكن كل ما الوقت هيجري الحذر هيزيد مفيش كلام. ماتش كاس ونهائي كاس وكاس عربي. رامي التماس كريم حاجي تطلع كرة بره وتاني تاني مرة رامي التماس. شخصيات رياضية كبيرة في البطولة و60,000 متفرج بيتقدمهم سعادة الرئيس زين العابدين اللي بيحضر اللقاء. كلايتون يلعبها كلايتون ويضم لجوه عبد السلام وده ويطلع الكرة بره رامي التماس. رياض وعزيزي عايز يعدي رياض وعزيزي لكن يضغط وفي دفعة وفي فاول وفي فاول لصالح منتخب تونس. وبيحضر اللقاء ايضا سعادة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة راديو وتلفزيون العرب اللي موجود وبيتابع المباراة من المقصورة الرئيسية. فاول الحارس خالد فهمي بيركز. خالد فهمي وهيلعب الفاول سليم بن عاشور. هيلعبها ازاي برجله اليمين هتعمل لفه. كرة الثابته مهمه ومؤثره جدا. سليم يلعبها مباشره عاليه لعائله الكوره بتطلع بره وضربه مرمى لمنتخب المغرب. اول 4 دقائق من الشوط الثاني زي ما بقول لحضراتكم كل ما الوقت هيقرب كل ما الحذر هيزيد مفيش كلام. عالية بيعمل ارتقاء كويس راضي الجعايدي يلعبها راضي. مروان شماخ وتتلمس تاني من يوسف مختاري يلعبها يوسف من ناحية شمال لأكرم روماني. لسه مفيش تغييرات طبعا كل مدرب عنده 3 تغييرات لكن من المحتمل يكون في اكسترا تايم فكله بيدخر على قد ما يقدر. طلال كركوري يلعبها طلال وعاليه مره ثانيه راد الجعايدي تترد كوره في نص الملعب يضغط ثاني راد الجعايدي خلصها تتنقل سريعه في مساحه عايز يلعبها في مساحه لكن مقطوعه الكوره جابها مره ثانيه كريم يلعبها كريم طويله قدام ترجع لكلايتون. كلايتون على الخط لمسه والثانيه مع دو سانتوس وقصيره مقطوعه الكوره مقطوعه ترجع لعبد السلام ودو بيرجع بيها ودو. كركوري على طول طويله قدام لكن طويله بره تطلع بره رامي التماس. هل هينزل محمد يعقوبي الزاكي؟ اعتقد في التوقيت ده لو نزل لاعب محمد يعقوبي اللي هو رقم 11 لاعب موحى ممكن يبقى مؤثر ممكن بيسحب دايما بينزله في الوقت ده بيسحب الفريق من ناحيه شمال عنده الكره العاليه هنشوف هينزله ولا لا. الزاكي اللاعب اهو قدامنا يوسف حاجي مره ثانيه طويله تترد الكره من ناحيه اليمين. حاتم الطرابلسي يرجع بيها حاتم الطرابلسي ويوصلوا بيها مره ثانيه لكلايتون. ماشي كلايتون من ناحيه شمال كلايتون بيبص
هيسقط له فعلا، سقط له دو سانتوس ولعبها فعلا دو سانتوس، لكن يلعبها له دو سانتوس تاني حلوه، هتاخدها تكمل ويلعب كره عرضيه مباشره خطره، جول خطره، جول 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 جول. متابعه حلوه، هو زياد الجزيري. جمله تكتيكيه من اثنين لعيبه، كلايتون ودو سانتوس. اتعمل اللونج باس ونقل نفسه بعد ما لعب الكره، راح لها لمسها له، وفي الصوره شايفين طبعا سعاده الرئيس زين العابدين تسقيف طبعا كبير وفرحه بالهدف اللي المتابعه الحلوه اللي عملها زياد الجزيري، زياد الجزيري بكوره صاروخ وكوره صعبه، شايطها صعبه قوي كلايتون، لكن شوف عملها ازاي كلايتون. اللونج باس كوره طوليه لمين؟ لدو سانتوس. دو سانتوس داس على الكوره واستناه وسلمها له تاني. طب كلايتون بعد ما لعب الكوره عمل ايه؟ رايح، ما وقفش مكانه، رايح وشايط شوطه صعبه بتقع من ايد خالد فهمي، وهي بتقع في كسر من الثانيه. كان اقرب واحد ليها رقم 5 هو زياد الجزيري ويسجل هدف تاني قاتل. الهدف هنا غالي قوي، ويتقدم منتخب تونس 2-1 لتونس. مش قادر اوصف لحضراتكم ان الملعب عامل ازاي. بقول لحضراتكم 60,000 متفرج، منهم حوالي 50,000 تونسي و10,000 او اكتر يمكن من المغرب، لكن المباراة حلوة وممتعة ومثيرة. والجبهة الشمال اشتغلت، هنشوف دي طويلة مروان شماخ، خطر مروان شماخ، تطول وتوصل لعلي بومنيجي. الجبهة الشمال اشتغلت، اللي هو الظهير الايسر كلايتون وبيلعب على الخط دو سانتوس، عملوها، وصلوا كسبوا مساحة كبيرة جدا. اللعبة اللي هي التمريرة الطولية بس يروح يتابعها، لكن طبعا الشوطة حلوة ما فيش كلام من كلايتون. يعني 2 لعيبة بس اللي كاملين الهجمة، ونهاها زياد الجزيري المتابع الجيد. تاني مرة وليد رجراجي يلعبها، وليد 2-1 وبيلعب واحدة طويلة تاني. وليد رجراجي مقطوعة من وليد في نص الملعب بتاع عبد الكريم قايسي، يلعبها عبد الكريم قايسي وتتنقل مرة تانية الكورة، راجع وصلت تستلم يوسف حاجي، مقطوعة تاني خلصها رياض بوعزيزي، وفي دافع وفي فاول لاعب زياد الجزيري، وهي الكرة بتتشاط رايح، يعني مدي احتمالات انها تقع، ومجرد ما وقعت كان سرعة رد فعله اسرع من اي مدافع واسرع من خالد فهمي، لان خالد فهمي اوريدي وقع في الارض، البوزيشن بتاعه مش سليم، لانه بيصد الكوره. في لحظه ما بيصد الكوره وقعت منه، على بال ما يقوم ويوزن نفسه ويقفل تاني، كان هنا في اللحظه دي عملها زياد الجزيري. ليه؟ لانه سرعه رد فعله اسرع. ليه سرعه رد فعله اسرع؟ لانه راح اسرع منهم كلهم، لانه فكر قبلهم. يعني هنا فيها مهاره فكريه. بنقول دايما اي لاعب بيشوط كوره روح على المرمى، اهو في الصوره قدامنا زياد الجزيري، روح، ممكن تقع من ايد الحارس، يبقى انت اقرب واحد روح هتسجل منها، اذا ما جاتلكش او ما وقعتش مفيش اي خسائر، مش هتخسر حاجه. فده اللي عمله زياد الجزيري، رايح وهي بتتشاط، كان اقرب واحد. يعني طبيعي انها ما بعدتش قوي عن خالد فهمي، يعني وقعت من ايده بس المسافه قليله، لكن هو كان اسرع. زياد الجزيري فكر قبله وخلص هدف. الهدف هنا غالي قوي يا جماعه، هدف في النهائي، نهائي كبير بين فريقين كبار قدموا لنا عروض طيبه، الحقيقه عروض ممتازه في البطوله، وعملوا مشوار حلو قوي متعونا بيه. كل سنه استمتعنا مع اداء المغرب واداء تونس، والنهارده بنستمتع ايضا. استمتعنا بالشوط الاول وبدانا في الشوط الثاني، برضو بدا بالتسجيل منتخب المغرب، وحوار بين الكركوري وعادل الشاذلي او رجراجي. ترجع تاني الكوره، كان بيتعالج اللاعب رياض بوعزيزي، بيتعالج، تتنقل الكوره مره تانيه وبيخلصها لنفسه يوسف حاجي في وسط 2. يوسف خطير، يوسف مش هيسكت، يوسف حاجي هو ومروان شماخ في منتهى الخطوره، ويوسف مختاري، وبيعدي مره تانيه لكن تطلع الكوره بره رمي التماس. وليد رجراجي يلعبها ورافع ايده للحكم، رمية التماس ما فيهاش تسلل، لكن هو عمل دينجرس بلاي، لعبه خطره عشان اللاعب رفع رجله وبيتألم. كريم حاجي، الجماهير كلها واقفه في ملعب رادس. 10 دقائق من الشوط الثاني ويتقدم تونس 2-1. واقع لسه بيتعالج كريم حاجي، بيلعب في النجم الساحلي، صغير في السن، عنده 20 سنه، ودي اول مشاركه له كريم حاجي في بطوله افريقيا. قدامنا اللاعب اللي سجل الهدف القاتل والخاطف زياد الجزيري، محترف في تركيا. زياد الجزيري هيلعب علي بومنيجل،
عالية مرة تانية، عبد السلام ودو تترد مرة تانية. اللاعب كيس الغضبان بيسخن، كيس الغضبان هينزل وهيخرج سليم بن عاشور بيلعب في نفس المكان. سليم بن عاشور بيلعب فيرود صائد خارج سليم بن عاشور ونازل كيس الغضبان. كيس الغضبان لاعب معروف كيس الغضبان ونجم طبعا، وبيعتبر بلاي ميكر لمنتخب تونس واول تغيير لمنتخب تونس. وليد رجراجي وفي فاول. فاول لمنتخب المغرب. والهتافات والاغاني الحلوه في ملعب رادس في احتفاليه ونهايه البطوله والمباراه الختاميه بين الاشقاء العرب المغرب وتونس، وتونس متقدم 2-1 لغايه دلوقتي. الفاول تتلعب على طول مباشره، انما من اقرب نقطه تترد الكوره بيحط جسمه ويستلم زياد جزيري ويلعبها طويله من ناحيه شمال. دو سانتوس عنده مساحه 1 ضد 1، لو عدى خطر، لو عدى خطر يلعبها خطره 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 خطره. انما شوف هنا خالد فهامي قاريها المره دي صح، سرعه رد فعله سريعه جدا وقطعها وخلصها. خالد فهامي تتنقل تاني في نص الملعب، لمسه والثانيه يوصلوا بيها كويس. رياض ونقل نفسه من ناحيه اليمين زياد الجزيري لكن تطلع بره الكوره. تاني عالية وتترد وتطلع بره الكوره. في كمان جوهر مناري كان نزل، جوهر مناري رقم 12 احد نجوم منتخب تونس. فاول من مكان خطير جدا. لمنتخب المغرب وممسوك داخل المنطقه وخطر كده، في خطر هنا ضرب والتحام بدون كوره بين الاثنين اللعيبه الكبار عبد السلام ودي وراد الجعيدي. راد الجعيدي طويل وعبد السلام ودي طويل، فهنا مكلف برقبته. هنشوف الفاول تتلعب على طول ويردها حاتم الطرابلسي وهو بيردها الجماهير كلها بتتنافس صعداء. بترد مره ثانيه والثالثه خلصها في مساحات ويعمل هجمه مرتده 2 ضد 1. خطر دي خطر دي راح هو جول، هو جول. هي تسلل؟ لا ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل، لكن هو حسب التسلل اتلغى الهدف وهيديله انذار. لكن هنشوفها مع بعض، هنشوفها برضه فيها تسلل ولا لا، لان هنا بعد هو جري بعد الكوره ما اتلعبت، وهنشوفها مع بعض. اللاعب مميز قوي رياض الجزيري اداله انذار لانه كمل الكوره بعد ما راحت رفعت الحكم صح، اداله انذار. هنشوفها الكاميرا واضحه، والموقف هنا صعب سهل مش صعب، لان هو جاي من ورا في نفس اللحظه وهو جاي اتلعبت له الكوره ضربوا بيها اخر مدافع. وشوف الكونتر اتاك بيعملوه دلوقتي منتخب تونس بشكل ممتاز. اهي هنشوف الكاميرا بترجعها اهي من هنا الكره طلعت ولا لا. اهي على خطوه على خطوه على خطوه في نفس اللحظه، وهنا لما بيكونوا على خط واحد بيدي الاولويه لو في شك في التسلل، بيدي الاولويه للمهاجم وللهجمه. تاني عاليه اتلغى الهدف ولسه النتيجه 2-1، تونس 2 والمغرب 1. حاتم الطرابلسي يلعبها حاتم ويبعد الكوره طويله بره. تاني ملعوبه طويله قدام من لمسه واحده بيلعبها على طول مروان شماغ وتترد الكوره وتطلع بره ورمي تماس. طبعا اللقطات دي هنشوفها مع كابتن علي بن صالح او كابتن جمال غندور اللي موجود في صافره الحكم، وهنشوف اذا كان التسلل ولا مش تسلل في صافره الحكم اللي دايما بتبقى بعد الاستوديو تحت. هيلعب علي بومنيجل
ضربة المرمى لمنتخب تونس. 61 دقيقة فاتت، تونس 2 والمغرب 1 في أمسية ويوم رياضي جميل، يوم مشمس، جو كورة، ولسه بنستمتع بكل ثانية. تتنقل تاني سريع من ناحية شمال على طول من لمسة واحدة. زياد الجزيري بيعدي زياد، لعيب خطير، لعيب خطير زياد الجزيري، محترف في تركيا، ويتابع مرة تانية. تتنقل الكورة، فرص كتيرة راحت من منتخب تونس في الشوط الأول، وصلوا لمرمى أكتر وأخطر. مرة تانية مروان شماغ يلعبها وبدماغه تتلعب، لكن آخر واحد راد الجعايدي. راد الجعايدي يلعبها راضي طويلة قدام، تتنقل ويضغط هنا ويطلع الكرة بره، ورامي التماس. وقع في الأرض زياد جزيري. تغيير زي ما قلت لحضراتكم، فعلا اللاعب موحى ينزل وهيخرج يوسف صفري. موحى هينزل وخارج يوسف صفري، وكان عمل تغيير روجينو مير بين الشوطين، ونزل جوهر مناري وخرج مهدي النفطي. ده التغيير الاول، وبعد كده خرج سليم بن عاشور ونزل قيس الغضبه. يبقى كده تغييرين لتونس مقابل تغيير للمغرب. نازل اهو موحى او محمد يعقوب بيلعب في اوساسونا الاسباني، وخارج اللاعب يوسف صفري. يوسف صفري خرج ونزل محمد يعقوبي او الشهير بموحى. لعيب طبعا بقول لحضراتكم قدراته عاليه جدا من ناحيه الشمال، عنده سرعه وعنده مهاره، بيلعب هاف من ناحيه الشمال وبيكمل الناحيه الهجوميه. بيقطع وليد رجراجي، منقوله في نص الملعب، استلم وسلمها يوسف مختاري ليوسف حاجي، يرجع بيها يوسف حاجي وعلى مهله تاني وليد رجراجي. ماشي وليد، يغير اتجاه وليد وبيبص، هيلعبها الناحيه العكسيه ويلعبها بالعرض انما تطلع بره الكوره، ورامي التماس. رامي التماس على طول منقوله. المهذبي بيقوم، المهذبي سخن، عماد المهذبي. فضلوا تغيير روجيلو مير، وتاني مره بتطلع بره ورامي التماس تاني. كل تيم تونس راجع منكمش. 63 داخلين على الدقيقه 64، وتونس 2 والمغرب 1. هيلعب وليد رجراجي، يلعبها وليد وتلعب لكن تطلع كرة بره. يسخن المهذبي، مهاجم المهذبي. وروجيلو مير ممكن يكون عايز يزود قوته الهجوميه او يستغل الهجمه المرتده، لان دلوقتي منتخب المغرب بيضغط بكل قوته ولكن نص ملعبه فاضي تماما. كلايتون بيلعبها كلايتون وبيعديها عاليه. عبد السلام وهدو، الرايه مرفوعه، تطلع الكوره لفت وخرجت ودخلت. رجراجي، وليد رجراجي، وبيطير ويلعبها رياض بوعزيزي بروح قتاليه طبعا. رياض بوعزيزي كابتن منتخب تونس، وتطلع رامي التماس. وليد رجراجي هيلعب مره ثانيه وليد، والكره العرضيه العاليه خطره بيطلعها راد الجعايدي، ترد ثاني وخطره من ناحيه اليمين وعايز يفوت وخطره بيعدي، بيحاول يعدي يوسف مختاري ويطلع ثاني الكوره. كل لعيبه تونس فين؟ شوفوا الكاميرا باينه، كل لعيبه تونس في منطقه جزائهم، مفيش ولا لاعب بره، ولاعيبه المغرب منكمشين معاهم. نص ملعب المغرب فاضي تماما، فاضي تماما. هل تونس هتعمل هجمه مرتده؟ بيعملوها وخطر، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. قمه الاثاره والمتعه، وكورنر على القايم البعيد عاليه وخطره، يمسك علي بالميجل، يمسكها وهو بينزل بيها. الناس بتتنفس، اعضاء هنا جماهير تونس اللي موجوده في الملعب، لكن المغرب في اي لحظه ممكن يسجل. مروان شماخ يقدر يسجل في اي لحظه. نزل اللاعب موحى عشان يزود بيه القوه الهجوميه. في فاول روجيلو مير بيكلم كلايتون، هيلعب بالفاول كريم حاجي، يلعبها طويله كريم وبالعقل على طول بيردها تاني. عبد السلام ودوا الوليد رجراجي وتطلع الكوره بره. لسه بيسخن مهذبي، هل هينزلوا دلوقتي ولا هيدخروا؟ لانه عمل تغييرين كده خلاص. روجينو مير، جوهر المنالي نزل، وقيس الغضبان نزل، وخرج سليم بن عاشور وخرج مهدي.
فضل له تغيير. رمي التماس ثانيه لصالح منتخب تونس، ورجولو مير اهو استغل ان اللاعب خرج كلايتون وراح قال له حاجه، او نبيل معلول قال له. كلايتون جوهر المناري تتلعب عاليه مره ثانيه بدماغه بيسلمها عادل الشاذلي، واستلم وخلصها ثاني. لعيب كويس قوي زياد جزيري لعبها طويله زياد، ودفعه في دفعه، لا ما فيش حاجه، ما اداش فاول، تترد ثاني عاليه. الحكم قريب هو شايف افضل، وعلى طول ثاني تتنين رد جعايدي يلعبها راضي لحاتم الطرابلسي. حاتم يسلمها ناحيه شمال لجوهر المناري، بيستنى جوهر ويرجع بيها مره ثانيه. رد جعايدي لكلايتون، عدى كلايتون ويسلمها ثاني لجوهر المناري، يرجع بيها ويهدي اللعب. كريم حجي وبالخط على طول او بالمقاس بيسلمها ناحيه اليمين لحاتم الطرابلسي. ماشي حاتم من ناحيه اليمين عايز يعمل مشوار، لكن بيقابله اكرم روماني، سلمها ناحيه اليمين لدو سانتوس، بيتحرك كويس دو سانتوس ويضم لجوه تاني ويسلمها رياض بوعزيزي، لكن مقطوعه الكوره. مقطوعه الكوره في مساحات هنا هيعملوها، هنشوف هيعملوا ازاي. اكرم روماني هيلعب واحده طويله، ما لعبش واحده طويله، واستنى يبتدوا هجمه عاديه ويرجع بيها مره ثانيه توصل لعبد السلام وادو يلعبها طويله. عبد السلام وادو عاليه تتلمس تاني وضغط، خلصها لنفسه مروان شماخ. خطر مروان شماخ انما يلحقه كلايتون ويطلع الكوره بره، وتطلع كورنر لصالح منتخب المغرب. الحارس علي ومنيجل، خطير اللاعب مروان شماخ، في اي لحظه يقدر يسجل. كورنر للمغرب تتلعب على القايم البعيد، وعاليه بيطلع جول كيبر وينزل بيها علي بومنيجل بمهاره الحقيقه، خدها ونزل بيها من اعلى نقطه من غير ما تقع منه. وهيلعب علي بومنيجل، عاليه روماني يسلمها ناحيه اليمين ليوسف مختاري، يضم لجوه. يوسف مختاري بيضم لجوه، عنده مساحه لكن خد الفاول. يوسف مختاري خد الفاول، جاب جولين في مالي اللاعب يوسف مختاري، لعيب مميز. فاول وبيقول لهم اطلعوا قدام، بيطلع عبد السلام وادو وعليه رقابه طبعا اللاعب يوسف حاجي. هيلعب يوسف، بتلعب مباشره وبدماغه بيسلمها خطره. يوسف حاجي لمسها بدماغه انما بتطلع عاليه وفوق العارضه. ضربه مرمى لمنتخب تونس اللي متقدم حتى الان 2-1. داخلين على الدقيقه 70، فاضل 20 دقيقه او ثلث ساعه على نهايه المباراه. عاليه بيلمس تاني زياد الجزيري، يلعبها زياد، لعيب مؤثر قوي زياد الجزيري رقم 5. شايف انا المهذب هينزل اهو كده، استنفذ الثلاث تغييرات بتوع روجيريو مير. هيخرج زياد الجزيري اللي عامل مباراه طيبه، اعتقد الجماهير هتسقف له وهو خارج. زياد الجزيري على طول سمعتوا حضراتكم سقفوا له وهو خارج لانه جاب جول وعامل، كان لعيب الحقيقه اكتر لاعب عامل خطوره هو ودو سانتوس. خرج زياد الجزيري ونزل عماد المهذبي، بيلعب في صفاقس عماد المهذبي، وخرج زياد الجزيري. كده الثلاث تغييرات خلصوا. خارج زياد، الجماهير سقفت له ومتعصب مع عبد السلام وادو، حصل احتكاك بينهم قبل ما يخرج، عشان كده عبد السلام وادو متضايق. تاني وليد رجراجي يلعبها، وليد رجراجي يضم لجوه ويسلمها ليوسف مختاري. ماشي يوسف مختاري في وسط اثنين ويسلمها مره ثانيه ليوسف حاجي. يوسف عايز يلعب كره عرضيه، يوسف وعرضيه مخطوفه، راح لها مروان شماخ. خطير مروان شماخ، تترد مره ثانيه من ناحيه شمال نور الدين نايبت، وبرافو طبعا، برافو نور الدين نايبت. شوف كل الملعب سقف له لان لعيب من تونس واقع هنا، ومجرد ما شاف نور الدين نايبت اللاعب واقع وزميله واخوه طبعا راضي الجعايدي واقع، على طول خرج كرة بره وكل الجماهير سقفت. هي دي الروح العربيه والروح الرياضيه اللي احنا عارفينها.
شوف الكوره والخطوره بتاعت مروان شماخ، متحرك ازاي قبل المدافع ورايح يلعبها عليه رقابه جامده. وطبعا اللي سهل الرقابه عليه انه بيلعب مهاجم بس لوحده. زكي بيلعب النهارده بسترايكر واحد، لسه ما حصلتش زياده او مسانده هجوميه من نص الملعب غير في كوره او كورتين، منها الكوره اللي جت فيها جول لما زاد يوسف المختاري ويوسف حجي وعملوها جمله حلوه، ووصل يوسف حجي للخط ولعبها واتسجل منها الهدف اللي سجله يوسف المختاري. نبيل معلول بيكلم جوهر المناري. لحظات الحرجه، فاضل 18 دقيقة على نهاية اللقاء. تونس 2 المغرب 1 في مباراة ممتعة، لعب ومهارة وتحركات ممتازة. وشايف انا ده الوقت بتاع اللاعب جواد زايري، شايف هينزل جواد زايري يزود بيه القوة الهجومية. نشوف هيخرج مين. دايما بينزلوا مكان يوسف حجي او الاثنين بيقوموا بنفس الدور، بس اعتقد هو محتاج يوسف حجي. هنشوف تفكيره ازاي وهيعمل ايه ازاي. تاني وليد رجراجي يلعبها عرضيه ويطلع يمسكها علي بن ماجد. عايز يزود القوه الهجوميه، هينزل جواد زايري طويله عاليه. ممكن يخرج مدافع وبدل ما يلعب بخمسه في خط الظهر يلعب باربعه. هنشوف هيعمل ايه زكي. التغيير واللاعب اللي هيخرجه هيبين اذا كان هيغير في طريقه اللعب ولا لا. راضي الجعايدي يلعبها راضي وتطلع مره ثانيه، مضايقين المساحات لاعبي تونس. فعلا هيخرج اكرم روماني، المدافع اكرم روماني خارج وهينزل اللاعب جواد زايد. ده كده هيلعب باربع مدافعين وهيزود، هيخلي يوسف حجي مهاجم تاني اهو، باين على طول بدا يتحرك قدامه يوسف حجي مهاجم تاني جنب مروان شماخ، وهيبقى جواد زايري لاعب وسط مهاجم او هيكمل ويسند. ده اللي هيلعب بيه دلوقتي زكي من التغيير اللي عمله باينه اهو. شوف على طول جواد زايري جه ناحيه اليمين اهو ونقل يوسف حجي بقى راس حربه تاني، بقى 2 رؤوس حربه الوقت. كده فاضل، هنشوف الكره دي الاول، بيحاول يعدي وخلصها لنفسه موحى لكن ضغط عليه رياض بوعزيزي ما ادالوش مساحه خالص وتطلع الكره بره. ضربه ركنيه. 16 دقيقه على النهايه، وال 16 دقيقه دول هيلعب باثنين مهاجمين، الزاكي موحى او محمد يعقوب هيلعب من ناحيه شمال. تتلعب لعب على الارض قلشت منه، لكن من اقرب نقطه بيبعد الكوره عادل الشاذلي ويطلع الكوره بره ويرمي التماس. في هدوء وصمت وتركيز من الجماهير وكله بيشوف ايه اللي ممكن يحصل. رمي التماس تتلعب طويله وصارت يستلم منها، يستلم مروان شماخ يلعبها مروان وتترد الكوره مره ثانيه، لكن في دفعه وفاول لصالح منتخب تونس. واقع موحى كده ملوش تغييرات خلاص. روجيه لومير لجواد، جواد بيحاول يتابع جواد ويتابع مره ثانيه يوسف، راح عايز ياخدها يوسف وخد الكورنر. يا سلام على الخبره، بقول لكم عنده فكر عالي قوي الراجل يوسف حجي، باين ان هو المدافع بيحل عليها، راح يساند هنا فراح شاطها فيه، خد الضربه ركنيه ممكن يجيبها جول، يبقى هو الاساس هو اللي عملها يوسف مره ثانيه وتطلع كورنر ولا ايه. رمي التماس، رمي التماس لصالح منتخب المغرب اللي بيحاول يضغط، وكل لعيبه تونس راجعه منكمشه في منطقه جزاء، مش في نص ملعبها لا في منطقه جزاء. كورنر فعلا بيضغط منتخب المغرب، عايز يتعادل على القايم البعيد، الكره العاليه عاليه ويطلع الجول كيبر علي بن ماجد بمهاره وثقه يمسكها وعلى طول يبتدي هجمه. حاتم الطرابلسي في مساحات في نص ملعب المغرب، بيعدي حاتم الطرابلسي وهيدي له انذار، مظبوط انذار لنور الدين نايبت لان ده فاول تكتيكي. نور الدين نايبت انذار لان هنا عمل فاول تكتيكي، على طول الفاول التكتيكي لازم ياخد انذار. لاعب
حاتم الطرابلسي، وبدايه الهجمه من الحارس علي بومنيجي. بدأها حلو قوي، عايزين يعملوا الكونتر اتاك، عايزين يعملوا الهجمه المرتده السريعه. لسه بيتعالج حاتم الطرابلسي اللي اتخبط في ركبته. المغرب حصل على اللقب مره واحده، وما كانتش كاس ولكن كان نظام دوري سنه 76 اللي كانت في اثيوبيا. كانت البطوله بالنقط، ودي المره الوحيده اللي فاز فيها المغرب. تونس لسه ما فازش خالص بالبطوله دي، عشان كده بيقاتل النهارده عشان يفوز بالبطوله، يبقى الاول مره. لكن طبعا اداء عالي في البطوله تونس والمغرب. وتاني من بعيد بيحاول يشوط، بيشوطها قيس الغضبان، تترد من قيس الغضبان ورافع رجله ضربه حره غير مباشره. ضربه حره غير مباشره. خالد فهامي بيركز وبيهدوا اللعب لعيبه منتخب تونس. هنشوف روجيه لومير هيتعامل مع الوقت اللي باقي ده ازاي. بتتلعب عاليه وبيتابع، لكن يضم لجوه دو سانتوس، تطول وتوصل لخالد فهامي. وليد رجراجي يلعبها، وليد عاليه، تترد مره ثانيه كوره. 12 دقيقه فاضله، تونس 2 والمغرب 1 في مباراه ممتعه وفي قمه الاثاره. وتطلع كوره تاني، رمي تماس بيطلعها رج عايدي. وليد رجراجي يلعبها، وليد رجراجي لجواد زايري، وبيطلع الكوره على طول، بيبعدها ناحيه سانتوس. دو سانتوس تترد مره ثانيه ناحيه الشمال. كركوري يلعبها عاليه، بدماغه بيلمسها تاني يوسف مختاري، ولسه كوره عاليه تترد مره ثانيه ليوسف، بيحط جسمه عايز يعدي لكن ضغط وخلصها. جوهر المناري عدى في وسط اثنين جوهر ويلعبها طويله لدو سانتوس ويتابع، لكن بقوه يضغط عبد السلام وادو ويشتت ويبعد الكوره. عبد السلام وادو بالعفرين الفرنسي. بره الكوره، وادو اهو محترف في فرنسا في نادي ريل. هيلعب علي بومنيجل. تونس ما فازتش بالبطوله قبل كده، لكن وصلت للنهائي مرتين 65 و96، ودي المره الثالثه. 65 كانت مع غانا في تونس وخسرت 3-2، وصلت مره ثانيه للنهائي 96 مع جنوب افريقيا وخسرت 2-0. النهارده بتوصل للنهائي للمره الثالثه مع منتخب المغرب في 2004 ومتقدمه 2-1 حتى الان. مهذبي المغرب طبعا وصل للدور قبل النهائي، ما وصلش للنهائي قبل كده، وصل للدور قبل النهائي 3 مرات، سنه 80 لما خسر امام نيجيريا 1-0، و86 فاكرين طبعا اللي كان في مصر خسر من مصر 1-0، و88 في المغرب اللي خسر من الكاميرون 1. ده الدور قبل النهائي، لكن المغرب ما وصلش للنهائي قبل كده. لكن زي ما قلت لحضراتكم فاز باللقب مره واحده سنه 76 اللي كانت في اثيوبيا، كان نظام البطوله بالنقط مش بالكاس. هيلعب عبد السلام وادو عاليه ويطلع يمسكها وينزل بيها، متمكن الحارس علي بومنيجل في احسن حالاته النهارده. كل الكرات العاليه من نصيبه، بيعمل ارتقاء ممتاز، بيطلع بايده من اعلى نقطه بياخدها ويمتصها من غير ما تقع منه، وبعد كده كمان بيبتدي هجمه. تاني جواد زايري لسه خارج الفورمه، كان ما لعبش الماتش اللي فات، كان عنده برد. وليد رجراجي الزكي متوتر ومتعصب جدا، وروجيه لومير بيدي تعليماته ونصايحه. لكن اداء رائع من المغرب واداء رائع من تونس في البطوله كلها، مشوار ممتاز. تاني جواد زايري يرجع بيها جواد، وليد رجراجي يضم لجوه، وليد رجراجي نص ملعب المغرب فاضي تماما. طلال الكركوري يلعبها ناحيه شمال، طلال في وسط اثنين بيستلم، عدى مره والثانيه من غير ما يفقدها، بيلعب واحده طويله ليوسف في وسط الثنائي، يعدي. خطر، ده خطر الراجل ده، لاعب كبير يوسف حاج، خطر جدا. كره بتجيله على طول، جماهير تونس بتحط ايديها على قلبها، عارفين ان هو لعيب خطر. حاتم الطرابلسي يلعبها طويله حلوه مع دو سانتوس مره والثانيه، لكن يضغط ويجيبها، والثاني عبد السلام وادو. تتنقل الكوره ناحيه اليمين لنور الدين نايبت، ماشي نور الدين نايبت يلعبها، نور الدين نايبت بيستلم مروان شماخ في وسط اثنين من غير ما يفقد الكره، ويعدي مروان وياخد الفاول. مروان شماخ لاعب في بوردو الفرنسي، فاول والاثنين واقعين في الارض.
مروان شماخ بيلعب دلوقتي روجيلو مير بطريقه او باسلوب او بالخطه اللي احنا عارفينها، وهي كول داون ذا جيم، بيموت اللعب، بيضيق مساحات في نص ملعبه على منتخب المغرب، بيحاول يستهلك وقت بس بشكل ايجابي، يحتفظ بالكره، لكن اذا جت فرصه لهجمه مرتده بيحاولوا يعملوها عن طريق حاتم الطرابلسي، لكن لسه ما جاتش الفرصه. حاتم بيحاول يخلقها لكن اتعمل فيها فاول تكتيكي طبعا، وشفنا كان خد فيها انذار نور الدين نايم. قام اللاعب كريم حجي لاعب النجم الساحلي 20 سنه زي ما بقول لحضراتكم، اول مشاركه له في بطوله افريقيا او في كاس افريقيا في النهائيات. خرج يتعالج لكن هو رفض، قال مش هخرج هكمل. على طول منقوله الكوره ورجله جامده، بيحاول يشوط من مسافه بعيده يوسف مختاري، تترد من يوسف ويرجع بيها موحى. على طول لمسه والثانيه نور الدين نايبت، يلعبها نور الدين نايبت، نفس الكره الطويله عايز يلعبها في ظهر المدافعين، لكن الاثنين رايحين ضاغطين عليه وبيحط جسمه عشان ياخد الفاول عبد الكريم قايسي، وتطلع الكوره ورمي التماس، رمي التماس لصالح منتخب تونس. اثنين ضاغطين عليه في التحام، لكن الحكم ما اداش فاول هنا، الحكم السنغالي ندوي فالا. مرة ثانية رمي التماس للمغرب من ناحية اليمين، هيلعبها وليد الرجراجي، جواد زايري مقطوعة ويقدر يخلصها منه المهذبي في وسط ثلاثة، عايز يعدي المهذبي، وسع لنفسه عدى كويس، وقفهم على خط واحد ويلعبها الناحية العكسية، خطر لو عدت لكن بالعقل كركوري يردها كركوري، وتتنقل الكورة من ناحية اليمين جواد زايري ويضغط بفرملة وبقوة عماد المهذبي ويطلع الكورة روح قتالية من لاعبي تونس. كل اللعيبة بتهاجم ولما بتيجي الفرصة بيهاجموا، لكن كله بعد كده بيرجع يدافع وبيضيق مساحات. عبد السلام وادو هو على الغلطة هنا على طول. دو سانتوس عامل ماتش كبير، دو سانتوس لعيب قدراته عالية قوي، مهاجم خطير. مرة ثانية عبد السلام وادو، شو بيضغط دو سانتوس، بيضغطوا على نور الدين نايبت، لكن بمهاره نور الدين نايبت جابوها منه ثالث سريع، تعمل هجمه مرتده. المهذبي عايز يشوط وعايز يلعبها بريسنج، عايز يعملها بشكل حلو، لكن بيعتذر لكل الجماهير طبعا اللاعب عماد المهذبي. فكرتها صعبه لان صعب تنفذ لان الحارس واقف في مكانه خالد فهمي، وبعدين فين ده خالد فهمي طول العرض، يعني ما تقدرش تلعبها من فوقيه لان الطول طبعا بيساعد خالد فهمي، كان يقدر يعملها لو لقى الحارس متقدم. فاول للمغرب، عالية وبيحاول يلمس راجع المهذبي وبيحاول بكل قوه يضغط خلايتهم، ضاغط على عبد السلام وادو وتطلع الكره. جول بيجي في ثانيه والمغرب بيضغط. في ماتش الجزائر كان فاضل 5 دقائق على النهايه والمغرب خسران، جابوا 3 اجوال في 5 دقائق الاصليين و5 دقائق وقت ضايع، يعني الجول بيجي في ثانيه. والمغرب تيم كبير وادى اداء كل الناس كانت بتتكلم عنه في البطوله، وايضا تونس منتخب كبير وادى اداء ممتاز، عشان كده اي فريق منهم يقدر يفوز بالكاس النهارده. الاثنين حلوين، من لمسه واحده حلوه قوي كاس الغضبان يلعبها من ناحيه اليمين للمنطلق حاتم الطرابلسي من ناحيه اليمين، يرجع بيها مره ثانيه حاتم ويضم لجوه حاتم الطرابلسي ويستنى ويسلمها ناحيه شمال في مساحه. جوهر المناري يشوط جوهر ويلعبها، جسمه مشدود زياده جوهر المناري ويلعبها، تطلع الكره بره وتطلع بره. ضربه مرمى نبيل بها هينزل، المهاجم الخطير نبيل بها اللي سجل جول لما نزل في الماتش اللي فات ضد مالي، عملوه من هجمه مرتده هو ومروان شماخ. هينزل نبيل بها، هنشوف هينزل مكان مروان شماخ في وسط 3 مروان، وخد رجله الثابته لكن ما اداش فاول، تتلعب هجمه مرتده 1 ضد 1. دو سانتوس عدى، دو سانتوس خطره عاليه من دو سانتوس، شاطها من تحت لكن مهاجم خطير ما فيش كلام. هيخرج يوسف حاجي وهينزل اللاعب نبيل بها رقم 9. زي ما بقول لحضراتكم في ماتش الجزائر كان الجزائر متقدم لاخر 5 دقائق وتعادل مروان شماخ، وبعد كده سجلوا في ال5 دقائق دول ال5 دقائق للوقت الاضافي، في خلال 10 دقائق المغرب سجل 3 جوال. لكن
الكوره دايما كده والجول بيجي في ثانيه وممكن اي شيء يحصل في اي وقت. لسه 2-1 في مباراه في قمه الاثاره والمتعه بين المغرب وتونس الاشقاء. علي بومنيجل يلعبها، علي بومنيجل ناحيه شمال للمهذبي، عاليه بيحاول يلمس المهذبي لكن تطول وتطلع الكره بره. لكن الخطوره النهارده تونس اكتر، وصلوا للمرمى خالد الفؤامي اكتر وضيعوا فرص كتيره، بالذات دو سانتوس وصلوا كتير قوي، وصلوا اكتر من المغرب. هجمات المغرب اقل، لكن الهجمه اللي راحوا فيها كانت مؤثره جدا وسجل منها يوسف مختاري. بعد كده ما كانش فيها هجمات خطيره او مؤثره او كانت قليله. خالد فهامي يلعبها عاليه، خالد راضي الجعايدي يلعبها راضي بدماغه، راضي يردها مره ثانيه. واي كوره بيلعبوها لعيبه تونس الجماهير بتنفعل معاهم. بنلعب في الوقت الصعب، الوقت الخطير اللي هو 2.5 دقيقة على نهايه الشوط الثاني واللقاء المثير الممتع، وتونس متقدم 2-1 حتى الان. تاني يلعب واحده طويله قدام عاليه، كل لعيبه تونس راجع في منطقه جزاء تترد، وبروح قتاليه بيشتت الكوره بيبعدها اللاعب عماد المهذب. بيحاول يحافظ روجينو مير على المكسب ده. وليد رجراجي يلعب رامي التماس، جواد زايري يرجع بيها، جواد زايري عبد السلام وده، وكره طويله من عبد السلام انما راجع كلايتون مره ثانيه، جواد وبيضغط على جواد ما بيدوش مساحات خالص ويطلع الكوره ورامي التماس للمغرب. تاني موحى يحاول يوسع لنفسه ويلعبها، موحى طويله تترد الكوره وتطلع بره ورامي التماس. مره ثانيه وليد رجراجي يلعبها، وليد بيستلم موحى وبيخش جوه المنطقه وعايز يعدي لكن ضاغطين عليه وفاول لصالح منتخب. فاضل دقيقه على نهايه وراجع اللاعب موحى. كل الجماهير واقفه بتترقب، كل الجماهير واقفه في ملعب رادس بتترقب. على طول عاليه طويله من ناحيه شمال مع عماد المهذبي ويضغط عليه، يضغط عليه وليد رجراجي ومصفر حتى ومدي فاول لصالح منتخب تونس. انذار لوليد رجراجي. قمه الاثاره والمتعه والحلاوه في ملعب رادس هنا. فاضل حوالي نص دقيقه غير الوقت بدل الضايع اللي هنشوف قد ايه. فاول لمنتخب تونس اللي بيحاول يستهلك وقت. خالد فهمي قدامنا على طول، ما نقول الكوره بياخد طرف الملعب ويرجع بقى للمهذبي، خطر المهذبي عايز يعدي لكن يقطع منه وليد رجراجي. وليد يلعبها طويله، وليد لموحى، لمسه واحده من موحى انما تطلع بره. لعيبه من المغرب كتير ادائهم نازل النهارده. 4 دقايق وقت بدل ضايع، شفناهم في البطوله عاملين ماتشات كبيره قوي، لكن النهارده في لعيبه كتير من المغرب ادائها مش هو ده الاداء المعروف، لانهم ادوا في الماتشات الثانيه اقوى من كده كتير. 4 دقايق وقت بدل ضايع. رامي التماس، كلايتون يلعبها، كلايتون وبالناحيه الشمال بيستلم ويعدي المهذبي، عدى المهذبي لكن فرماله من يوسف المختاري، فرماله من يوسف المختاري قافل زاويه التمرير وتطلع تاني ضربه ركن. منتخب تونس بيحاول يحتفظ بالكوره في نص ملعب المغرب عشان ما يديش فرصه للمغرب يضغطوا، بيحاول يعمل كول داون ذا جيم او يموت اللعب ويستهلك الدقائق اللي باقيه. بنلعب في الوقت الضايع، في اول دقيقه من الوقت الضايع وكله متحفز ومنتظر. تاني المهذبي يلعبها، المهذبي عايزين ياخدوا كورنر تاني وما خدش كورنر، ولكن ضربه مرمى لصالح منتخب المغرب. بيحاولوا ياخد كورنر، بيحاول ياخد اوت، بيحاول يحتفظ بالكوره في الجزء ده. كله واقف وهو بينتظر وبيترقب يا ترى ايه اللي ممكن يحصل. يوسف المختاري بيعدي، يوسف المختاري عايز يلعب واحده طويله وفعلا يلعب واحده طويله عاليه بدماغه يردها راجي جعايدي. الكرات العاليه كلها النهارده لصالح اللاعب راجي جعايدي، بيلعبها كويس وطويله لجواد زايري لكن يقع جواد زايري وياخد فاول لصالح منتخب المغرب. فاول لمنتخب المغرب. كل لعيبه تونس راجعه. وليد رجراجي هيلعب الفاول
في تركيز من المغرب، في تركيز من تونس. وليد رجراجي هيلعب وكل الجماهير واقفه بتترقب. وليد على طول يلعب على الايمن بعيد عاليه ويطلع بالبوكس علي بومنيجل، يردها علي بومنيجل، تترد مره ثانيه ليوسف مختاري. كل مدافعي المغرب متقدمين، تتلعب طويله قدام عاليه ثاني بدماغه ويلمسها وخطر من ناحيه اليمين. جواد بيستلم جواد ويلعبها جواد، لكن ايه جواد ايه ده خارج الفورمه، خارج الفورمه خالص. تتنقل مره ثانيه ومن ناحيه الشمال عنده مساحه عادل الشاذلي. الكونتر اتاك هيتعمل، الكونتر اتاك لعبها ناحيه اليمين، الكونتر اتاك ويسلمها ثاني القيس، لمسه والثانيه يوصلوا بها ناحيه شمال دو سانتوس ويلعبها دو سانتوس. الهجمه المرتده خطيره، الهجمه المرتده خطيره لتونس وتتلعب مره ثانيه للمهذبي. خلاص عماد المهذبي يضم لجوه، يضم لجوه هات وخد ويعمل 1 2، لكن تتقطع الكوره وتتنقل لنور الدين نايبت. سابها وخلصها جواد زايري وفي دفعه وفاول، فاول لصالح منتخب المغرب. قمه الحماس، 60,000 متفرج موجودين واقفين دلوقتي بيترقبوا، الاعلام مرفوعه والفرحه تونسيه لغايه دلوقتي، لكن كل شيء ممكن يحصل في الثواني اللي باقيه. فاضل قد ايه؟ فاضل دقيقه ويمكن 30 ثانيه، دقيقه و30 ثانيه. ويلعب خالد فهمي عاليه، الكره العاليه كل اللعيبه في منطقه الجزاء تترد برضه. شوف نفس اللاعب راد الجعايدي، الكرات العاليه كلها بيعملها كويس ويردها راد الجعايدي وتتنقل تاني الكوره ونص الملعب فاضي بيخلصها دو سانتوس. الهجمه المرتده خطر، الهجمه المرتده خطر، ممكن يجيبوا منها جول ثالث من ناحيه اليمين ويلعبها طويله، لكن وقع في التسلل دو سانتوس، وقع في التسلل دو سانتوس. نص الملعب فاضي تمام بتاع منتخب المغرب. وهيلعب خالد فهمي بيهدي اللعب عبد الكريم قايسي. عبد الكريم اخر فرصه، فاضل 30 ثانيه واخر فرصه ويطلع الحارس بومنيجل يمسكها. وكل الجماهير اللي كانت حاطه ايديها على قلبها بتتنفس صعداء جماهير تونس بعد ما مسك علي بومنيجل اللي عامل مباراه كبيره الحقيقه، مفيش كلام. عاليه ثاني مره وتتنقل في نص ملعب المغرب، لسه شويه، حوالي 20 ثانيه باقيه. تتلعب طويله قدام ثاني، اخر فرصه بره ثاني راد الجعايدي وهو بيلعبها الجمهور بيسقف له ثاني. جواد زايري ماشي، جواد بيحاول يعدي، جواد هيلعبها ناحيه اليمين وبيركز المغرب في هجمه، اخر هجمه عرضيه ويلعبها انما يطلع رياض بوعزيزي. لسه كوره في الملعب لموحى، عايز يعدي موحى وفات مره والثانيه موحى ويلعبها بالعرض، عايز كورنر، لسه بيحاول يفوت انما ياخد فعلا كورنر لصالح المغرب. كده الاربع دقائق فاتوا اعتقد بعد دقيقه صفر وقبلها صفر قبلها، والفرحه تونسيه ومبروك لتونس كاس افريقيا لتونس للمره الاولى. مش قادر اوصف لحضراتكم الفرحه هنا عامله ازاي من الجماهير، اللي بيقع في الارض، اللي بيغمى عليه، اللي بيرفع العلم، اللي بيعيط، كل ده موجود في الملعب هنا في ملعب رادس في اجمل فرحه تونسيه. اللي ادوا اداء كويس ويستحقوا الفوز بالكاس النهارده لان من احسن الماتشات اللي لعبوها، ولكن منتخب المغرب ادى اداء رائع في البطوله، ادى اداء ممتاز مفيش كلام. كان لافت انظار الجماهير منتخب المغرب بادائه القوي، لكن النهارده يمكن ادوا اقل من الماتشات اللي فاتت، وعشان كده كانت السيطره والتفوق لمنتخب تونس اللي قدر يفوز 2-1 ويفوز بكأس افريقيا. شايفين حضراتكم الجماهير قد ايه فرحانه، يفوز تونس بالكأس الافريقيه لاول مره والفرحه غير عاديه. الجماهير اللعيبه كلها نزلت في الارض صلوا وراحوا اتجهوا ناحيه الجماهير الكتير الغفيره اللي موجوده. وشايفين قدامنا طبعا سعاده الرئيس زين العابدين وزوجته اللي جايين في منتهى السعاده والفرحه والبسمه عليهم. طبعا فوز مستحق وفوز كبير لمنتخب تونس بالذات في المباراه الاخيره النهائيه اللي ادوا فيها اداء ممتاز. وشايف ان روجير رومير متعصب بيتخانق مع واحد من المصورين، كان رافض ان هو يصوره، ولكن شايفين الفرحه موجوده. لاعيبه تونس المهذبي وحاتم الطرابلسي وكل الصحفيين اتلموا عليهم بيهنوهم بهذا الفوز الكبير. بقول لحضراتكم فوز كبير لان لاول مره تونس تفوز بهذا الكاس وهذه البطوله، رغم ان تونس استضافت البطوله دي قبل كده 3 مرات 65 و94 والنهارده مرتين قبل كده، ودي المره الثالثه والثالثه 2004 في تونس بيفوزوا بيها. وجولين حلوين، دو سانتوس جول حلو واللاعب زياد الجزيري جول حلو قوي، وهدف المغرب سجله كان يوسف المختاري. مبروك لتونس ومبروك للمغرب، ما اقدرش اقول هارد للمغرب، لا اقول كمان مبروك للمغرب على الاداء الرائع، على مشوار البطوله كله، على الاداء الكبير اللي عملوه منتخب المغرب، على التيم الكبير اللي عمله الكابتن زكي والقاده اللي عملها. ويمكن انا كنت بسال الزكي قبل المباراه بيقول لي انا عملت تيم واسست فريق
اذا انا مشيت واي حد جه بعدي هيلاقي فريق جاهز يعمل بيه ماتشات حلوه وياخد بيه بطولات، فده شيء ممتاز ويتحسب للزاكي ويتحسب للعيبه المغرب اللي متعونا. انما ما فيش كلام، ما فيش شك ان لعيبه تونس النهارده متعونا، وعلى مدار البطوله كلها متعونا باداء رائع وروح قتاليه غير عاديه وتركيز. النهارده وصلوا للجول كتير قوي، وصلوا للجول كتير، كان ممكن يسجلوا كتير النهارده، عملوا انفرادات كتيره وعندهم اكتر من اسلوب يوصلوا بيه للجول، وعندهم اكتر من لاعب يقدر يسجل في اي لحظه، زي دو سانتوس يقدر يسجل، سليم بن عاشور يقدر يسجل، قيس يقدر، عادل الشاذلي يقدر يسجل، جوهر يقدر يسجل، رياض يقدر يسجل، كل دول، كلايتون يقدر، كل دول لعيبه يقدروا يسجلوا. لكن طبعا النهارده الكاس عربيه والفرحه عربيه على اي وضع بصرف النظر مين كسب مين خسر، ولكن الفرحه تونسيه مفيش كلام، والفرحه ايضا مغربيه على الاداء الراقي جدا اللي ادوه منتخب المغرب في مشوارهم في البطوله. كل الصحافه بتتكلم عنهم، كل الجماهير بيتكلموا بيقولوا انه يمكن اقوى فريق في البطوله وكان الاقرب للفوز، لكن مفيش كلام، تونس النهارده في احسن حالاته في مشواره في البطوله، عمل ماتشات حلوه قوي، ادى اداء حلو جدا، خرج نيجيريا من البطوله، عمل نتائج حلوه، والنهارده كان في احسن حالاته، كان متفوق معظم فترات المباراه وفاز 2-1. مبروك الكأس عربية، مبروك لتونس، مبروك أيضا للمغرب على الأداء المشرف. 60,000 متفرج موجودين اهو في الملعب، وطبعا زعلان من اللاعب والحارس خالد فهمي اللي تألق في البطولة، مفيش كلام، أدى أداء كويس قوي خالد فهمي، لكن النهارده الفرصة أو تونس فرض أسلوبه من البداية ونجح وسجل ووصل للمرمى أكتر، وكان ممكن يسجل أكتر من جولين. المغرب فرصه كانت اقل، لكن الخطوره موجوده دايما في اي لحظه، ولكن يمكن كان بيلعب النهارده بمروان شمات مهاجم وحيد، ما كانش فيه مسانده كتيره في معظم فترات المباراه من نص الملعب، ما كانش فيه مسانده هجوميه كتيره، اتعملت مره او مرتين، واتعملت في المره اللي جاء منها الجول ولعبها يوسف حجي وسجل منها يوسف مختار. مبروك لتونس، فوز كبير ومستحق في بطولة جميلة، عملوا افتتاح رائع وعملوا ختام رائع، متعونا في الافتتاح ومتعونا في الختام. الافتتاح كان لكل العرب، شفنا افتتاح ممتاز وراقي جدا من منتخب تونس، والختام ايضا كان كأس التونسية وكأس افريقيا لصالح المنتخب التونسي. الملعب كل الجماهير واقفة في الملعب بتترقب لحظات التتويج وتسليم كأس افريقيا لأول مرة. الكأس التونسية زي ما بقول لحضراتكم، وصلوا قبل كده تونس للنهائي مرتين، مرة 65 ومرة 96. 65 دي كانت في غانا، كانت مع غانا، كانت في تونس وخسر تونس 3-2، والمرة الثانية كانت 96 في جنوب افريقيا وخسرت برضه تونس 2-0. النهارده بقى الثالثة ثابتة 2004 بيفوزوا على المغرب 2-1. قدامنا في الكاميرا طبعا طاقم التحكيم بيكرموهم، وسيادة الرئيس زين العابدين وجنبه عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي بيكرموا طاقم التحكيم في مهرجان، وجنبه طبعا بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، في مهرجان رياضي ممتع وبطولة ناجحة من بدايتها لنهايتها، افتتاح ممتاز وختام ممتاز. والكأس تونسية ومراسم التتويج، اختاروا اوكوشا افضل لاعب في البطوله، وبعد كده هيكرموا طبعا نيجيريا مركز ثالث، ومالي مركز رابع، وبعد كده المغرب مركز ثاني، وبعد كده البطل تونس المركز الاول. سعادة الرئيس زين العابدين وهو اللي هيسلمه، طبعا بيسلمه عيسى حياته جنبه، بيسلمه كأس مركز ثالث ورابع، مركز ثالث نيجيريا، مركز رابع مالي، وميداليات المركز الثالث والرابع لاعيبة مالي ولاعيبة نيجيريا اللي لعبوا في تحديد المركز الثالث والرابع وفاز نيجيريا. اتنين واحد تونس بيفوز بالكأس تونس. مبروك لتونس ومبروك ايضا للمغرب وصولهم للمباراة النهائية وادائهم الرائع على مدار البطولة. لسه
مراسم التتويج وتسليم ميداليات المركز الثالث والرابع. مهرجان رياضي كبير وختام ممتاز، وشوفنا افتتاح كان ايضا ممتاز. زي ما بقول لحضراتكم لعيبه مالي ولاعيبه نيجيريا حاضرين المباراه، خصصوا لهم مكان عشان يتسلموا بعد كده ميدالياتهم. طبعا لعيبه المغرب زعلانين جدا مفيش كلام، لكن اسعدوا الجماهير مفيش شك، والمفروض الزكي ولاعيبه المغرب وجمهور المغرب ما يزعلش، لان شفنا منتخب كبير. منتخب المغرب منتخب كبير، الزكي قدر يعمل منتخب كبير، قدر يولف لعيبه ويجمع لعيبه ممتازه. اللعيبه ده هيبقى لهم شأن كبير جدا، لان معظمهم سنهم صغير، سنهم في رينج ال 22 سنه. عشان كده عمل قاعده كويسه لمنتخب المغرب وبان الاداء. طبعا زعلان خالد فهمي مفيش شك، الفرحه او الكاس كان نفسهم يفوزوا بالكاس، ولكن مفيش شك ان هم ادوا الاداء الممتاز اهو بالابتسامه والتفاؤل من اللعيبه كركوري ووليد رجراجي على الجهد اللي بذلوه على مدار البطوله. مسجلين، بقول لحضراتكم مسجلين 13 هدف، دخل فيهم مرماهم هدفين. شوف هنا الفرحه، طبعا فرحه علي بومنيجل اللي ادى اداء رائع النهارده، حارس عملاق وممتاز. علي بومنيجل ادى اداء كبير جدا النهارده، الكرات العاليه كلها كانت لصالحه، وده عشان كده منع الخطوره. اي كرات عاليه كانت بتلعب من فريق المغرب كان هو بيطلع يمسكها بمهاره وباقتدار، عشان كده منع الكرات العاليه اللي كان بيحاولوا يعملوها، ما عملتش خطوره. الملعب ملعب رادس ومدينه تونس في ابهى واجمل صورها، وجماهير تونس اللي سعيده جدا من امبارح وتفاؤل غير عادي. شوف الفرحه، شوف الابتسامه بتاعت نور الدين نايبت، ابتسامه تفاؤل فعلا، وبيسلم على سياده رئيس زين العابدين. وراه حاجي اللي ادى اداء رائع، ظهر نجوميه عاليه قوي حاجي، يوسف حاجي في البطوله، بان المهاره الفرديه والمهاره الفكريه له يوسف حاجي. مبروك لمنتخب المغرب ايضا، مش هنقول لهم هارد لك، هنقول لهم مبروك على الاداء المشرف. لاعيبه المغرب وبيتسلموا ميداليات المركز الثاني بعد ما متعونا بمشوار حلو، قدموا كوره حلوه. نتائجهم ما بيكسبوش 1-0 بس، لا ده بيكسبوا في منتهى القوه، بيكسبوا هيفي سكور، مسجلين زي ما قلت لحضراتكم 13 هدف، ما دخلش مرماهم غير هدفين. حتى في التصفيات سجلوا 10 اهداف ما دخلش مرماهم ولا هدف، يعني معنى كده عنده اقوى دفاع واقوى هجوم. لكن النهارده تونس متفوق، تونس في اجمل حالاته لعب وقدم وجبه دسمه لجمهور الكره العربيه. قدم كل فنون الكره النهارده منتخب تونس، لانه وصل مش حكايه الجولين وبس، لا ده وصل كتير للمرمى، كان ممكن يسجل اهداف كتيره لولا ان هم الاهداف دي الحارس خالد فهمي صد منها وضيعوا منها دو سانتوس وغيرهم ضيعوا فرص راحت منهم، لو كانوا سجلوها كان ممكن يسجلوا. يعني النهارده نقدر نقول النهائي قوي، نهائي ممتع، فنون الكره شفناها، ولكن نجح روجيلو مير بخبرته ما فيش كلام انه قدر يقفل صح على لعيبه المغرب، وساعدوا اللاعب رجع عايدي في الكرات العاليه كانت من نصيبه، واذا كانت بتعدي من رجع عايدي كان وراه علي بومنيجل بياخدها بايده، فعشان كده الكرات العاليه المغرب ما استفادش منها خالص. بالاضافه طبعا اللي ما حصلش مسانده هجوميه من نص الملعب كتيره زي الماتشات اللي فاتت، وبالاضافه ان منتخب تونس نجح انه يعمل البريس على لعيبه المغرب في وسط الملعب، وبالتالي ما قدروش يستحوذوا لعيبه المغرب على الكوره في نص الملعب. فرحه تونسيه، مبروك لتونس ونجوم منتخب تونس، واجمل فرحه للكاس لاول مره، الابتسامه باينه وروح الفوز باينه، وبيتسلموا ميداليات المركز الاول نجوم تونس ومنتخب تونس اللي عملوا انجاز تاريخي يتحسب ليهم، ويتحسب طبعا للمدرب روجيلو مير المدرب الكبير الفرنسي اللي نجح وفاز البطوله ومشي بخطوات منتظمه وثابته نحو الكاس. شوف الحارس العملاق الحقيقه رائع النهارده، الراجل الحارس علي بومنيجل بيلعب في روان الفرنسي، عنده 28 سنه، لكن ما فيش كوره عاليه فاتت غير اما طلع مسكها باقتدار، ما فيش كوره بتقع منها. مراسم التتويج وميداليات المركز الاول
الميدالية الذهبية من نصيب تونس، الميدالية الفضية من نصيب المغرب. بطولة حلوة استمتعنا بها كل ثانية فيها. هنا في تونس الشاشات مالية المدينة، الشاشات الكبيرة، وكل الناس بتتابع في الميادين بيشوفوا الماتش وبيستمتعوا بالكرة. كل الماتشات كانت منقولة بنشوفها، وكل معظم كان ومعظم الجماهير ملتفة حول شاشة الاي ار تي وبتستمتع بكل ثانية في المباراة. اللاعب كلايتون انما من امبارح والجماهير ماشيه في الشارع في مدينه تونس بالاعلام والعربيات، مفيش تراجع او مش هيرجعوا غير هم واخدين الكاس، وحصل بالفعل خدوا الكاس ويستحقوها النهارده بعد ما ادوا اداء ممتاز. قطعا الفرحه هتبقى لغايه بكره الصبح او اكتر، العربيات هتملى الشوارع تاني ويسهروا. امبارح نايمين يمكن لغايه 6 الصبح والعربيات ماشيه في الشارع بالاعلام وتركيز وتصميم على العودة بالكأس. ونجحوا فعلا، وزي ما قلت لحضراتكم اختاروا خلاص النهارده ذا بيست 11 افضل 11 لاعب. اهو روجيه لومير يستحق كل تقدير، انجاز ما فيش كلام، انجاز ممتاز. كأس تونس للمرة الأولى، كأس افريقيا لتونس للمرة الأولى. روجيه لومير اللي ركز النهارده وعرف يتعامل مع منتخب المغرب، المنتخب القوي اللي معروف اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، قدر يتعامل النهارده ويضيق عليهم المساحات وما ادهمش فرصه يلعبوا الكرات العاليه. كل لاعبي تونس والجهاز الفني والاداري استلموا الميداليات الذهبيه، ونبيل معلول اهو، ونزلوا لاعبي تونس ارض الملعب ولابسين الفانيلا الثانيه البديله، فانيله التتويج. دايما اي فريق بيوصل للنهائي، وطبعا لحظه الحلوه، لحظه الكاس بيرفعوا كاس تونس او كاس افريقيا لمنتخب تونس. كاس افريقيا مين صاحبه؟ هو صاحبه تونس، او مين البطل؟ هو تونس. مين اللي ادى اداء ممتاز يستحقه فعلا؟ تونس هو البطل. كاس افريقيا للمره الاولى بيرفع الكاس سياده الرئيس زين العابدين، ومع اللعيبه طبعا الكباتن اهو قدامنا، رياض بوعزيزي وجنبه اللاعب خالد بدره اللي ما لعبش النهارده عشان انذارين، ولكن بيرفعوا الكاس، كاس البطوله في اجمل فرحه واجمل نصر واجمل فرحه للاعيبه تونس وجماهير تونس في ملعب رادس هنا في مدينه تونس. نشوف الجماهير بتعبر عن فرحتها ازاي، لكن بنقول من كل قلوبنا مبروك لتونس، بنقول من كل قلوبنا مبروك للمغرب، مبروك فعلا للمغرب على الانجاز الكبير اللي عملوه، على الفريق القوي اللي متعنا على مدار البطوله، ومبروك ايضا للبطل تونس اللي يستحق اللقب. الرقصه لعيبه تونس بيرقصوا الرقصه الحلوه، كلايتون وحاتم الطرابلسي وبيرقصوا الرقصه الحلوه، واللاعب المهذبي، والصحافه بتجري عليهم، الكاميرات بتجري في كل مكان، مش ملاحقين يصوروا هنا ولا يصوروا هنا، في كل مكان في شو حلو، وفي كل مكان وحوار بين الرئيس زين العابدين وبين بلاطه الرئيس الاتحاد الدولي. وبيفوز تونس باغلى كاس، وكاس غالي جدا بعد ما عملوا مشوار صعب، مشوار قوي جدا في البطوله. نجحوا ان هم يعملوا اداء ممتاز، خرجوا نيجيريا من البطوله، وقبل كده نيجيريا خرجت الكاميرون، وبالتالي كان النهائي عربي، وعربي قوي وعربي ممتع جدا، وفي منتهى الجمال استمتعنا بالمباراه من اول ثانيه لاخر ثانيه. لكن تونس يفوز بكاس افريقيا للمره الاولى. زي ما بقول لحضراتكم قبل كده وصل تونس قبل كده وصل للنهائي مرتين، لكن دي المره الثالثه اللي بيوصل فيها للنهائي، وكانت الثالثه ثابته وصل وخد الكاس وفاز على المغرب 2-1 كاس افريقيا. وبيحمله طبعا اللاعب خالد بدره وجنبه رياض بوعزيزي اقدم لعيبه في منتخب تونس، وبيجروا بالكاس وكله بيجروا وراهم، طبعا كله بيجروا وراهم، لسه الكاميرا ما جاتش عليهم لكن كله بيجري، الصحافه كلها اتلمت حواليهم، هم شافوهم جروا راحوا وراهم الكاس. كاس افريقيا من نصيب تونس، وطبعا يمكن الجماهير في قمه سعادتها النهارده. ال60,000 دول مش هيروحوا بيوتهم النهارده، او ال50,000 الموجودين مش هيروحوا، وهيخرجوا في مظاهره حب وتأييد وفرحه بكأس افريقيا. اللعيبه كلها ملمومه حوالين الكأس، والصحافه بتجري وراهم في كل مكان، صحافه كتير جايه تتابع البطوله.
واستمتعنا بها كلنا في كل ثانية. شكرا لكم ومبروك، ألف مبروك لتونس وألف مبروك لمنتخب المغرب والكأس عربية. شكرا لكم سيداتي أنسات سادتي، وإلى اللقاء في مباريات أخرى قادمة. وكان معكم على الهواء المعلق الرياضي أشرف شاكر. أما الآن فمع الاستوديو التحليلي ومع زميل بدر بلال.